حبايبنا طلاب تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. ميعادنا النهارده مع السيشن 3 في منهج الترم التاني. النهارده هنشرح ايه؟ هنشرح جيومتري. بص بقى، تعالى اكلمك شوية على الجيومتري بتاعت الترم التاني. بص، جيومتري الترم التاني اسهل مما تتخيل، بس هي محتاجه حاجه واحده بس، انك انت تذاكر دروسك بتاعه الجيومتري اول باول. يعني خدت الدرس الاول يبقى تذاكر الدرس الاول في ميعاده، خدت الدرس الثاني تذاكر الدرس الثاني في ميعاده. الحصه الاولى في الجيومتري لغايه اخر حصه في الجيومتري لازم تذاكرها في ميعادها بالتفصيل، واوعى تراكمها عليك، لان الجيومتري بتاعت الترم الثاني كلها معتمده على بعضها. كلها ايه؟ معتمده على بعضها، مش زي الترم الاول. وخلي بالك جيومتري الترم الثانيه سمعتها وحشه، الناس بتتكلم عليها وحش، بس هي أتفه مما تتخيل. كلها تتكلم في موضوع واحد اللي هو السيركل، وهكلمك بالتفصيل وهشرح لك واحدة واحدة بالتفصيل على قد ما أقدر، زي ما بعمل في السنتر بحاول أعمل زيه في الأونلاين بالظبط. بص يا رجال، زي ما نبهتك، دروسك بتاعت الجيومتري تذاكرها اول باول عشان كلها معتمده على بعضها. يعني مش هينفع انك انت تذاكر الحصه الثانيه في الجيومتري وانت مش مذاكر الاولانيه، لان الحصه الثانيه معتمده على الحصه الاولى. مش هينفع ان انا اتكلم في حاجات في السيركل وانت مش عارف البيزكس بتاعت السيركل نفسها، لانك انت كل درس بيتكلم على حاجات معينه جوه السيركل، او حاجات او انواع معينه بتاعت السيركل. طب انت الدرس الاول بيكلمك على السيركلز بالتفاصيل بتاعتها بكل حاجه جواها. بعد كده الدرس التاني هيبدا يعلم معاك شويه، الدرس التالت هيبدا يتكلم على تو سيركلز مع بعض. ففي تفاصيل كتير لسه هتتكلم فيها، بس هي تافهه وسهله وبسيطه. مشكلتها حاجه واحده بس، تفاصيلها كتير محتاجه ترتيب، وانا هقول لك تذاكرها ازاي وهرتبها لك واحده واحده. وانت لازم للمره المليون بقولها لك، لازم ما تراكمش عليك حصه واحده بالذات في الجيومتري، لان الجيومتري لما تيجي تلمها في اخر السنه وانت مش مذاكر فيها اي حاجه، الموضوع بالنسبه لك هيبقى صعب. لازم 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 تذاكر الجيومتري من اولها لاخرها واحده واحده بالتفصيل، وما تراكمش عليك اي حاجه في الجيومتري بالذات. اتفقنا؟ بعد ما خلصنا يونت 1 في الالجبرا خلاص فرمناها فرم، وشرحنا كل حاجه بالتفصيل فيها، وحلينا اسئله كتير جدا 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 عليها بافكار مختلفه. تقريبا جمعنا كل الافكار اللي بتيجي في الامتحانات. هنعمل نفس الكلام في الجيومتري. اول حصه في الجيومتري هنتكلم برضو بالتفصيل، شرح تفصيلي، وهنبدا نحل اسئله كتير وافكار مختلفه. فلو سمحت ركز معايا في حصه النهارده بالتفصيل، واكتب ورايا كل كلمه. حضر كده نفسك ورقه وقلم، النوت بوك بتاعتك بقى ايا كان انت بتكتب في ايه، بس لازم نصيحه مني تكون عندك نوت بوك خاصه بالماس، والقلم بتاعك والكالكوليتر بتاعتك، وركز معايا وكل تفصيله انا بقولها تكتبها ورايا. اتفقنا؟ يلا بينا. اول حصه في الجيومتري او اول درس في الجيومتري بيتكلم، او الجيومتري عامه كلها بشكل عام بتتكلم على نوع واحد او حاجه واحده. بتتكلم على ايه؟ السيركلز. اول درس هنتكلم على البيزكس بتاعت السيركل. تعالى نتخيل مع بعض السيركل كده واحده واحده. انا دلوقتي عندي سيركل اهي، تمام؟ الشكل ده اسمه ايه؟ راديوس. خط متوصل من السنتر لحد السيركل من بره اسمه راديوس، صح ولا غلط؟ تمام يا مستر، اهو راديوس. طب اسالك سؤال، الخط ده اسمه ايه؟ اسمه دايمتر. خط طويل من اول السيركل من فوق لغايه تحت، او من اول هنا لغايه هنا، من اول الدايره لحد اخر الدايره اسمه ايه؟ اسمه الدايمتر اهو. طيب الخط ده من اول السيركل لحد اخرها اسمه دايمتر؟ لا غلط، غلط، ده اسمه كورد. اسمه ايه؟ كورد. لحظه واحده بقى وخلينا اتكلم معاك شويه. الدايمتر هو برضو كورد، بس الكورد بتاع الدايمتر ده هو الكورد الوحيد اللي بيعدي على السنتر. هو الكورد الوحيد اللي ايه؟ بيعدي على السنتر. طب ده بيعدي على السنتر؟ لا. طب اشمعنى ده يا مستر سميناه دايمتر وده كورد عادي؟ ما هو يا حبيبي الدايمتر ده كورد عادي، بس احنا بنميزه، بنسميه دايمتر. ليه؟ عشان هو الوحيد اللي بيعدي على السنتر. طالما من اول الدايره لحد اخرها، او من اول الدايره لحد اخرها بس بيعدي على السنتر، بنسميه ايه؟ نسميه دايمتر. طب ده الاصفر ده عدى على السنتر؟ لا، فبنسميه ايه؟ بنسميه كورد عادي. في تعريف للدايمتر بنقول عليه ان الدايمتر ده كورد، بنقول عليه لارجست كورد. السؤال ده ممكن يجي لك في الامتحان في اللي تشوز، بيقول لك ذا لارجست كورد ان ذا سيركل هو ايه بقى؟
هو الدايمتر. احنا كده كده عارفين ان الدايمتر ده هو كورد، بس بنسميه دايمتر كده كده بنميزه عشان خاطر هو الوحيد اللي بيعدي على السنتر. بيعدي على ايه؟ بيعدي على السنتر. يبقى تعريف الدايمتر ايه؟ diameter is the largest chord in the circle. صعبة؟ طيب ايه علاقة الراديوس بالدايمتر؟ تعالى نتكلم كده. احنا عارفين ان ده ايه؟ ده راديوس، صح ولا غلط؟ كده كده عارفين ان ده راديوس. طب اسالك سؤال، خط متوصل من السنتر لحد السيركل من بره، خط متوصل من السنتر لحد السيركل اللي بره، خط متوصل من السنتر لحد السيركل بره، خط متوصل من السنتر لحد السيركل بره، السنتر لحد السيركل. كده كده اللي انا عملته ده كله طالما من السنتر لحد السيركل من بره، كل دول بنسميه ايه؟ بنسميه راديوس. اي خط متوصل من اول السنتر لحد السيركل من بره اسمه راديوس. اسمه ايه؟ اسمه راديوس. وكل الرادياي جوه نفس السيركل دي كلهم قد بعض. ده راديوس وده راديوس وده راديوس وده راديوس وده راديوس وده راديوس وده كلهم ايه؟ كلهم قد بعض. يعني لو ده بخمسه يبقى ده بكام؟ 5 زيه. وده بكام؟ 5 زيه. وده 5 وده 5 وده 5. يبقى كل الرادياي جوه نفس السيركل اسمهم ايه؟ اسمهم راديوس، كلهم قد بعض قصدي. صعبه؟ طيب خلينا نتكلم بقى على حاجه ثانيه. ايه علاقه الراديوس بالدايمتر؟ الراديوس هاف الدايمتر، نص الدايمتر. الراديوس نص الدايمتر. يعني لو الدايمتر كله ب 10 يبقى الراديوس بكام؟ الراديوس ب 5. لو قلت لك الدايمتر ايكوال 10 يبقى الراديوس ايكوال كام؟ ايكوال 5. طب لو عكستها لك، معلش عشان مش عارف انتوا بتلخبطوا فيها ليه، لو قلت لك الراديوس ب 2 يبقى الدايمتر بكام؟ ايوه الدايمتر ب 4. هو حد يقول لي ب 1 دايمتر بايه؟ ب 4. ليه؟ ما انا عكستها لك، انا عكستها لك بقى وشغلت دماغي، مع ان ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه صعبه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ احنا قلنا ان الراديوس نص الدايمتر، الدايمتر عندي ب 10 يبقى الراديوس بكام؟ 5. طيب دلوقتي انا عكستها لك، اديتك الراديوس عايز الدايمتر. احنا عارفين ان الراديوس نص الدايمتر. طب لو الراديوس ب 2 يبقى الدايمتر ايه؟ ب 4، قده مرتين. ليه؟ عشان الراديوس نص الدايمتر والدايمتر قد الراديوس مرتين. صعبه؟ في مشكله في الكلام اللي انا بقوله ده؟ يلا بينا نكمل. يلا. ايه قانون الاريا بتاعت السيركل؟ قانون الاريا بتاع السيركل، انا بص انا نازل لك بالمستوى قوي وبجيب لك كل تفصيله جوه السيركل. قانون الاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير. باي ار سكوير اهي اهي. ثانيه واحده اهو. الاريا هو الباي ار سكوير. طيب والسيركمفرنس او البريمتر، او احنا بنقول عليها السيركمفرنس في السيركل، اسمها ايه؟ 2 باي ار. يبقى قانون الاريا باي ار سكوير، قانون السيركمفرنس 2 باي ار. مهمه جدا جدا جدا، مكمله معاك السنين الجايه كلها. قانون الاريا بتاع السيركل باي ار سكوير، قانون السيركمفرنس بتاع السيركل 2 باي ار. لحد دلوقتي انا مش شايف ان في اي حاجه صعبه موجوده عندنا. هو ده مستر الجيومتري؟ لا يا حبيبي، استنى اصبر عليا. نخش على اللي بعده. في حاجه اسمها اكسس اوف سيمتري. اكسس اوف سيمتري يعني السيمتريه، يعني بيقسم لي الحاجه نصين، يخلي لي يمينها زي شمالها بالظبط، بيعمل سيمتريك، بيعمل سيمتريه في الموضوع. يبقى اي شكل عايز اجيب الاكسس اوف سيمتري، انزل خط يقسم لي الشكل ده نصين، يخلي لي يمينه قد شماله بالظبط في كل حاجه. قد شماله بالظبط في ايه؟ كل حاجه. تعالى نتخيل كده، عندي السيركل اكسس اوف سيمتري اهو، عندي خط قسم لي الدايره خلي لي يمينها زي شمالها بالظبط. طيب هو خط واحد بس يا مستر ينفع؟ لا، ده في كذا خط. الخط ده كمان خلي لي اللي فوق، الجزء اللي فوق قد الجزء اللي تحت بالظبط، خلي بالك. طيب ايه تاني؟ تعال الخط ده كمان خلي لي الجزء ده قد الجزء ده، والخط ده كمان خلي الجزء ده قد الجزء ده. طب يا مستر هو احنا هنفضل نعمل خطوط؟ ما انا عندي خطوط كتيره جدا 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 جدا، يقسم لي الدايره يخلي لي الجزء اليمين قد الجزء الشمال، او يخلي لي الجزئين قد بعض بالظبط. يبقى انا بالنسبه لي عندي كام لاين اوف سيمتري او كام خط؟ عندي انفينيت نمبر اوف اكسس اوف سيمتري. عندي خطوط كتيره جدا يقسم لي الدايره يمينها زي شمالها. والسؤال ده بيجي في التشوز ساعات، يقول لك the number of line of symmetry infinite number of line of symmetry of the circle. صعبه؟ يلا خش على اللي بعده. بص بقى، هو انا لو عندي سيركل وفيها 2 رادياي، راديوس اهو وراديوس اهو، جوه نفس السيركل الرادياي دول قد بعض ولا لا؟ طالما في نفس السيركل يبقى اكيد قد بعض يا مستر. يبقى ده قد ده بالظبط اهو، يبقى الراديوس ده
قد الريديوس ده. بص بقى، لما يجي لك في الامتحان يديك سيركل ومديك 2 رادياي، اعمل حاجه واحده بس. هتعمل ايه؟ هتقفل الشكل ده بتراينجل، بمثلث بالمنظر ده. هنقفل الشكل ده بتراينجل. يعني انا دلوقتي يا مستر لو مديني سيركل في 2 رادياي اقفلها بتراينجل؟ اقفلها بتراينجل. واحنا ما خدناش في حياتنا في ثالثه اعدادي غير 3 انواع من التراينجل في الترم الاول لو انت فاكرهم. ايه هما؟ equilateral triangle, right angle triangle, isosceles triangle. وهو الشكل ده او التراينجل اللي قدامنا ده انهي نوع فيهم؟ هو الايسوسيلس تراينجل. يعني ايه isosceles triangle؟ يعني انا عندي تراينجل تو سايد قد بعض، وطالما عندي تو سايد قد بعض بتاع تو سايد قد بعض جوه تراينجل، او تو سايد بتوع تراينجل قد بعض، طالما عندي تو سايد قد بعض يبقى في كام انجل قد بعض؟ في تو انجلز قد بعض. طالما عندي تو سايدز قد بعض يبقى في كام انجل قد بعض؟ قد تو انجلز قد بعض. تعالى بقى اقول لك مين التو انجلز اللي قد بعض. مش السايد ده قد السايد ده؟ يبقى الانجل دي قد الانجل دي. طب لو قلت دي اكس يبقى دي ايه؟ اكس ازاي؟ طب اقول لك على حاجه، لو قال لي دي اكس ودي واي يبقى اكس ايكوال واي. ليه؟ عشان هم ايسوسلس تراينجل. هم ايه؟ ايسوسلس تراينجل. تعالى نتخيلها كده اهو. ادي اكس وواي، مش ده ايسوسلس تراينجل؟ ايسوسلس تراينجل في تو سايد قد بعض. طالما في تو سايد قد بعض يبقى في ايه؟ تو انجلز قد بعض. ولو مديني انجل واحده، لو مديني انجل واحده جوه تراينجل دي، اعرف اجيب بقيه الانجلز الموجوده. وانا عندي كام انجل جوه اي مثلث خلقه ربنا في الدنيا؟ 3 انجلز صح؟ عندي كام انجل؟ 3. في الايسوسيلس تراينجل لو مديني واحده منهم اعرف اجيب الاثنين التانيين. لو مديني واحده منهم اعرف ايه؟ اجيب الاثنين التانيين. يعني يا مستر وضح لي معلش ثانيه واحده. بص تعالى افهمك. يعني انا دلوقتي لو قلت ان ميجر الانجل دي ب 100، يبقى الاكس بكام والواي بكام؟ احنا كده كده عارفين ان الاكس والواي قد بعض بالظبط. هسألك سؤال وترد عليا دلوقتي حالا. سم الانجلز بتاع اي مثلث خلقه ربنا في الدنيا بكام؟ 180. يبقى لو جبت لك مثلث، اي مثلث خلقه ربنا، وقلت لك سم الانجلز اللي جواه بكام؟ هتقول لي 180. طيب انا توتال الانجل او مجموعهم كلهم ب 180. عايز اجيب الاكس والواي، هعمل 180 ماينس ال 100 هيديني 80. شايف ال 80 دي هتتقسم على التو انجلز دول، هتتقسم عليهم الاثنين زي بعض بالظبط. يعني ال 80 دي ال 80 هنعملها ديفايدد 2 هتبقى 40 و40. ليه يا مستر عملت كده؟ عشان ده ايسوسلس تراينجل، عشان التو انجلز دول قد بعض بالظبط. هو اللي باقي من ال 180 كام لما خدت منهم ال 100؟ باقي 80. ال 80 دي هتتقسم عليهم هما الاثنين هتبقى 40 و40. صعبه؟ يبقى الاكس ايكوال 40 والواي ايكوال 40. الحته دي مهمه وهنحل بيها اسئله كتير جدا، فلازم تكون انت عارفها من دلوقتي. هنخش على اللي بعده. يلا بينا يلا بينا اهو. بص بقى، معلومه مهمه جدا. لو في خط نازل من السنتر على كورد وعامل انجل 90، بص 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 ركز معايا، هيديك حاجه من الاثنين دول. لو عامل انجل 90 يبقى هيعمل لي ايه؟ هيقسم لي كورد نصين قد بعض. لو عامل انجل 90 هيقسم لي الكورد نصين قد بعض. طب لو العكس، قسم لي الكورد نصين، يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل انجل 90. هيديك واحده انت هتستنتج الثانيه، تديك واحده انت تستنتج الثانيه. اول لما يديك معلومه من المعلومتين دول يبقى الثانيه اكيد مؤكده بنسبه 100% موجوده. يعني ايه يا مستر؟ تعالى نتخيل كده معايا سيركل. انا شرحت لك القاعده، تعالى بقى نتخيلها. عملت سيركل. بص بقى، شايف المنظر اللي قدامك ده؟ عندي خط نازل من السنتر قاسم لي الكورد. لو عمل لي انجل 90، لو عمل لي انجل 90 يبقى ايه؟ اوتوماتيك على طول اجباري هيقسم لي الكورد نصين قد بعض. لو عمل انجل 90 عمل واحده من الاثنين دول صح؟ عمل انجل 90 يبقى هيعمل ايه؟ هيقسم لي الكورد نصين. تعال نتخيلها كده اهو. عمل انجل 90 يبقى الكورد ده هيتقسم نصين، هيبقى ده قد ده. يعني لو كله ب 10 يبقى ده بكام؟ 5 وده بكام؟ 5. على طول يا مستر؟ لا مش على طول، مش على طول. امتى يقسمهم لي نصين؟ لو عمل انجل 90. لو الخط اللي نازل من السنتر ده عامل انجل كام؟ عمل انجل 90. عمل الانجل 90 صح يبقى يقسم لي الكورد نصين. طب لو ما عملش انجل 90 يبقى مش هيقسمهم نصين. اتفقنا؟ طيب يلا
المعلومه الثانيه، معنى كده يا مستر، معنى كده ان النقطه دي هتبقى ايه؟ هتبقى ميد بوينت، صح؟ النقطه دي هتبقى ايه؟ ميد بوينت. يعني النقطه دي يا مستر ميد بوينت، لو هي قال لي او هو في السؤال قال لي ان النقطه دي ميد بوينت، معنى كده ان هو الكورد ده مقسوم نصين قد بعض. لو قال لك ميد بوينت في اي سؤال هيقابلك، لو قال لك ميد بوينت بتاع اي خط في الدنيا، يبقى الجزء اليمين قد الجزء الشمال بالظبط. اتفقنا؟ طيب بشرط في انجل 90، في انجل 90 يبقى يقسم لي الكورد نصين. طب لو قسم لي الكورد نصين او الكورد ده مقسوم نصين قد بعض او بيقول لك ميد بوينت، يبقى في ايه؟ انجل 90. تعالى بقى نتخيلها تاني عشان ما تتوهش مني. ثواني، بص بقى، شايف السيركل؟ بس خلي بالك لازم يكون نازل من ايه؟ من السنتر. بص بقى، شايف السيركل دي؟ جيت شايف؟ بص بقى، هو مديهاني كده ساده، هل هو عامل انجل 90؟ لا. هل هو قاسم لي الكورد نصين؟ لا. يبقى انا كده هفضل واقف قدامها مش هعرف اجاوب على اي حاجه، لازم يديني حاجه منهم. لازم يديني ايه؟ حاجه منهم. ايه هما؟ يا اما يعمل لي انجل 90، يا اما يقسم لي الكورد نصين او يقول لك في ميد بوينت. يا اما يقسم لي الكورد نصين او يقول لك ايه؟ في ميد بوينت. طب بص بقى، هو هيعمل ايه هنا؟ قسم لي الكورد ده، الكورد ده قسمه لي نصين قد بعض، خلي لي يمينه قد شماله. معنى كده، معنى كده طالما ده قد ده، يبقى النقطه دي ميد بوينت، صح ولا غلط؟ يبقى النقطه دي ايه؟ ميد بوينت. طيب هو اداني معلومه دلوقتي حالا، قال لك عندك كورد مقسوم نصين قد بعض، يمينه قد شماله. استنتج انا ايه؟ استنتج ان في انجل 90. صعبه؟ صعبه. الجزء ده مهم جدا، بيحل مسائل كتير جدا، لازم تكون انت عارفه دلوقتي حالا. طيب يلا نخش على اللي بعده. اهو هيعمل لي انجل ايه؟ انجل 90. تعالى امسحها لك عشان تتخيل معايا. اهو قسم لي الكورد نصين، استنتج على طول ان في انجل 90. بص بقى، في حاجه مهمه انا عايز اقول لك عليها قبل ما نبدا شرح. عندي تراينجل، الكلام ده خدناه الترم الاول في التريجنومتري، بس افكرك بيه تاني. عندي رايت انجل تراينجل، تمام؟ ومديني دي ب 3 ودي 60 ودي 30، وعندي رايت انجل تراينجل تاني ومديني دي ب 10 ودي ب 5، بلاش دي ب 5 ومديني رايت انجل ودي ب 30 ودي بكام؟ 60. 30 60 تراينجل. يا مستر، ايه علاقه التريجنومتري بتاعت الترم الاول بالجيومتري بتاعت الترم الثاني؟ هنستخدمها وهوريك في بعض المسائل انك انت تستخدمها، لان المعلومه دي اصلا هتكمل معاك السنين الجايه، فانت لازم تكون عارفها دلوقتي. يعني ايه يا مستر؟ تعال هفهمك. دلوقتي انا عندي رايت انجل تراينجل او 30 60 رايت انجل تراينجل. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ واحده واحده، تعالى معايا. بص بقى، احنا خدنا في الترم الاول انك طالما عندك رايت انجل تراينجل وفي انجل 30، السايد اللي في وش الانجل 30 ايكوال هاف الهايبوتنس. السايد ايه اللي في وش الانجل 30 ايكوال هاف الهايبوتنس. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني فين السايد اللي في وش الانجل 30؟ اللي هو ده 3 ايكوال ايه؟ ايكوال هاف الهايبوتنس. يعني ده هاف الهايبوتنس. يبقى الهايبوتنس بكام؟ هاف الهايبوتنس ايكوال 3، يبقى الهايبوتنس بكام؟ الهايبوتنس ب 6. صعبه؟ طالما في انجل 30 السايد اللي في وشه ايكوال هاف الهايبوتنس، السايد اللي في وشه ايكوال ايه؟ هاف الهايبوتنس. تعالى عايز اجيب السايد ده. طيب في انجل 30 السايد اللي في وش الانجل 30 ايكوال ايه؟ هاف الهايبوتنس. يعني الهايبوتنس بكام؟ 10، يبقى دي بكام؟ 5. صعبه؟ معلومه قلت اقولها لك رغم ان هي انتوا خدتوها قبل كده، بس معلش لازم اعرفها لك برضو عشان تبقى انت ايه؟ مستوعب معايا. ركز بقى معايا. احنا دلوقتي شرحنا شرح تفصيلي، الدرس كله يعتبر الدرس شبه خلصان، ويعتبر شرحنا كل حاجه جوه الدرس. هنبدا دلوقتي نحل مسائل ونحل افكار ونشوف الافكار بتيجي في الامتحان ازاي، والمسائل اللي انا احلها مسائل مهمه هتوصلك لليفل كويس، فركز في كل مساله انا بحلها دلوقتي. يلا بينا نبدا. اول مساله، هيجي هنا يجيب لك سيركل وجواها المنظر ده. عايزين نحل السيركل دي او نحل المساله دي، نحلها ازاي؟ تعال.
هو عايز السايد ده عايز يعرف بكام. ام ايه ايكوال كام؟ صلى على النبي. دلوقتي انا عندي خط نازل من السنتر عامل لي رايت انجل تراينجل، يبقى هيعمل ايه؟ هيقسم لي الكورد نصين قد بعض وكلها بكام؟ هو قايل لك ان الكورد ده كله اي بي بكام؟ 6 سنتيمتر، كله ب 6 سنتيمتر، يبقى يقسمها لي نصين ازاي؟ هيخلي لي دي ب 3 ودي ب 3، بقى عندي رايت انجل تراينجل، رايت انجل تراينجل في تو سايدز، ناقص منهم السايد التالت، اعرف اجيبه ولا لا؟ اكيد بنسبه مليون المية يا مستر هعرف اجيب السايد التالت طالما عندي رايت انجل تراينجل في تو سايد. اعرف اجيب التالت عن طريق مين؟ عن طريق بايثاغورس الثيرم. يلا بينا، يلا بينا. طيب السايد اللي ناقص ده هو السايد ايه؟ السايد اللي في وش الانجل 90 هو الهايبوتنس، طالما هايبوتنس يبقى بعمل بلس روت بلس باور 2 باور 2، السايدين التانيين نحطهم زي ما هو زي ما هم، هيبقى كام؟ هيبقى 5، يبقى ام ايه ايكوال 5 سنتيمتر. صعبه؟ لا يا مستر سهله قوي. نخش على اللي بعده. يلا اهو شكل تاني اهو، يلا بينا. ركز معايا، ركز معايا. بص بقى، انا عندي سيركل اهو، عندي راديوس خط طالع من السنتر رايح للسيركل من بره ده اسمه راديوس، وخط طالع من السنتر رايح للسيركل من بره ده اسمه ايه تاني؟ اسمه راديوس. عندي تو راديوس وكل الراديوس جوه نفس السيركل كلهم قد بعض بالظبط، يعني ده قد ده، هما الاثنين رادياي كلهم قد بعض، هما الاثنين قد بعض. طب يلا بينا يا مستر نكمل. هو عايز ايه؟ عايز ميجر الانجل واي. شايف المثلث ده اللي انا هعلم عليه دلوقتي؟ تراينجل ده، عندي تراينجل في تو سايدز قد بعض، طالما في تراينجل تو سايدز قد بعض يبقى ده ايسوسيس تراينجل، والايسوسيس تراينجل بيعرفني ان طالما في تو سايد قد بعض يبقى في تو انجلز قد بعض. مين التو انجل اللي قد بعض؟ دي قد دي بالظبط. يعني ايه يا مستر؟ واحده واحده فهمني اكتر. يعني الانجل دي يا مستر لو ب 10 دي هتبقى زيها ب 10 بالظبط. تعال نشوف الانجل دي بكام، هنعرف نجيبها؟ هنعرف نجيبها لان انا لسه قايل لك من شويه طالما في ايسوسيس تراينجل ومديني في انجل واحده اعرف اجيب الاثنين التانيين. ازاي؟ هعمل 180 ماينس اللي مديهاني دي، هيطلع لي الرقم اللي هيطلع لي ده هيتقسم على التو انجلز التانيين. يعني ايه يا مستر؟ تعالى افهمك اكتر. سم الانجلز جوه اي مثلث خلقه ربنا في الدنيا بكام؟ 180. هعمل 180 ماينس كام؟ ماينس 140، هيديني كام؟ هيديني 40. ال 40 دي هتتقسم على الانجل دي وعلى الانجل دي بالتساوي بالظبط. 40 هتتقسم على التو انجلز، واحده هتاخد 20 والثانيه هتاخد 20، يبقى ميجر الانجل واي بكام؟ 20. صعبه؟ والله العظيم سهله قوي يا مستر. يلا خلصنا الصعب، يلا نخش بقى في المستحيل. خش بينا نمسح بقى الكلام ده اهو. يلا نبدأ نحل سؤال حلو، سؤال سهل، سؤال بسيط شكله يخد بس تافه جدا، تافه جدا. يلا بينا، يلا بينا. مستر ثانية واحدة يا مستر، أنا عرفت أحلها. تحلها إزاي؟ مستر في خط نازل من السنتر على الريكورد هيعمل لي أنجل 90. ثانية، هو ما قالكش إن في أنجل 90، هو ما قاليش إن في أنجل 90، وبرده ما قالكش إن الكورد ده مقسوم نصين قد بعض. يعني هو يا مستر لا قال لي إن في أنجل 90 ولا قال لي إن الكورد ده مقسوم نصين قد بعض. طب أعمل إيه يا مستر؟ هثبت له إن في أنجل 90 أو أثبت له إن الكورد مقسوم نصين قد بعض. تعال نشوف أنهي المتاح عندنا واحنا نعمله. لو اثبتنا واحده منهم يبقى الثانيه مثبته كده كده، لو اثبتنا واحده منهم يبقى الثانيه اكيد موجوده. تعالى نبدا دلوقتي نحل مع بعض، يلا بينا. بيقول لك كالكوليت او عايز الاريا بتاعت السيركل. الاريا بتاعت السيركل احنا عارفين الاريا ايكوال باي ار سكوير، احنا عايزين نجيب الار. يلا نجيب الار. الراديوس احنا عارفين ان الراديوس هو الخط اللي متوصل او طالع من السنتر لحد السيركل من بره ده اسمه راديوس. هو الخط اللي طالع من السنتر لحد السيركل من بره ده اسمه ايه؟ اسمه راديوس. هو الخط اللي طالع من السنتر لحد السيركل من بره ده اسمه ايه؟ ده اسمه برضه راديوس. تعالى بقى وكلهم قد بعض، خلي بالك الثلاثه راديوس اللي انا عملتهم دول قد بعض. بص بقى، مش ده قد ده وقافل لي مثلث هنا؟ شايف التراينجل ده؟ ايسوسيس تراينجل.
التراينجل اللي قدامي ده ايسوسيلس تراينجل ليه يا مستر؟ عشان في تو سايدز قد بعض. طالما في تو سايد قد بعض يبقى في تو انجل قد بعض. مين التو انجل قد بعض؟ الانجل دي قد الانجل دي بالظبط. يعني دي بكام؟ دي ب 15، هتبقى دي بكام؟ يبقى ب 15 زيها. تمام. طب الانجل اللي ناقصه دي اعرف اجيبها؟ اعمل 180. يبقى ميجر الانجل. هتكتب كده سنس. بقى نكتبها ازاي بقى في الامتحان؟ خليك شواف او خليك بني ادم نظيف. تكتب له سنس ان ام ايه ايكوال ام بي، هما الاثنين راديوس. يبقى therefore ميجر الانجل ام دي اي ايكوال ميجر الانجل ام اي دي. هما الاثنين ميجر الانجل ام دي اي اللي هي دي ايكوال ميجر الانجل ام اي دي اللي هي دي. هما الاثنين ايكوال كام؟ ايكوال 15. therefore ميجر الانجل دي ام اي اللي هي دي. ميجر الانجل ايه؟ دي ام اللي هي دي. تعالى اعملها بلون تاني عشان خاطر الالوان ما تخشش في بعض. ايه اللي هي دي بكام؟ هنحسبها. therefore ميجر الانجل دي ام اي ايكوال 180 ماينس وافتح براكت. 180 ماينس وافتح براكت. افتح براكت اكتب ايه جوه البراكت؟ اكتب التو انجلز التانيين بلس بعض. 15 بلس 15. كل الكلام ده ايكوال كام؟ 180 ماينس 30 هيديني 150. بص بقى، تعالى بقى لاحظ معايا حاجه. شايف الخط او الانجل من اول هنا لغايه هنا بكام؟ اللي بالاسود دي اللي اعلم عليها دي. عايز اعرف دي بكام؟ عايز اعرف دي بكام؟ كلها بكام اصلا؟ كلها 180. صح ولا غلط؟ كلها ب 180. طب الانجل دي بس بكام؟ اللي عملتها بالاخضر في الاخر، الانجل دي بس بكام؟ عادي يا مستر، مش الجزء ده احنا لسه مطلعينه ب 150 وكلها ب 180. هعمل 180 ماينس الجزء ده هيديني الجزء اللي بالاخضر اللي تحت. تاني معلش انا يا مستر عشان انا تهت منك. واحده كلها ب 180 صح؟ وانا عندي من ال 180 دي الجزء ده اللي فوق. عندي الجزء اللي فوق هعمله بالاحمر يا عم عشان ما تتلخبطش. عندي الجزء اللي فوق اللي هي الانجل اللي فوق دي بكام؟ الانجل اللي فوق دي بكام؟ 150. طب انا عايز الجزء اللي تحت اللي بالاخضر ده اعمل ايه؟ اللي هي الانجل دي بكام يا مستر؟ مش كلها ب 180؟ هعمل 180 ماينس ال 150 هتديني الجزء ده. يبقى ميجر الانجل therefore measure الانجل MAC equal 180 minus 150 equal كام؟ equal 30. بس كده. واحدة يا مستر وفهمني أكتر عشان أنا بدأت أتوه منك. تعالى يا عم أفهمك أكتر. تعالى نمسح الكلام ده كله. لا يا عم مش قوي كده. أهو مسحت. تعالى بص. أنا جبت دي بكام؟ نرجع تاني. جبت دي بكام؟ جبتها ب 30. ودي بكام؟ 60. طيب يبقى ميجر الانجل دي بكام؟ في التراينجل ده اللي انا هعلم عليه دلوقتي. يبقى دي بكام؟ اوتوماتيك 180 ماينس 30 بلس 60 هيديني 90. يبقى ميجر الانجل دي 90. يبقى انا اثبتت له حاجه من ضمن الحاجتين. ايه هما الحاجتين اللي انا كنت عايز اثبت؟ واحده منهم يا اما عامل انجل 90 خط نازل من السنتر عامل انجل 90 يبقى يقسم لي الكورد نصين، او اثبت له ان الكورد ده مقسوم نصين قد بعض. طب انا اثبتت له ان هو عامل انجل 90 اهو انجل 90. يبقى بالتالي الكورد ده مقسوم نصين، يبقى الجزء اليمين قد الجزء الشمال. دي ب 5 هتبقى دي ب 5 سنتيمتر زيها. طب بص بقى، انا عايز اجيب قيمه الراديوس عشان خاطر اجيب الاريا، لان الاريا مش هعرف احسبها غير لما يكون عندي الراديوس. صح ولا غلط؟ لان قانون الاريا باي ار سكوير. عايز اجيب الراديوس بقى، اجيبه ازاي؟ بص بقى، مش ده راديوس اللي هعلم عليه دلوقتي بالاحمر؟ مش ده راديوس؟ وده كمان راديوس. طب انا عايز اجيب قيمه الراديوس، اجيبها ازاي؟ بص لسه قايل لك من شويه في الوايت بورد، هجيبها لك تاني.
السايد اللي في وش الانجل 30 ايكوال هاف الهايبوتنس. ايكوال ايه؟ هاف الهايبوتنس. تعالى نرجع تاني. فين السايد اللي في وش الانجل 30؟ انا كده ازعل اقسم بالله واتضايق. فين السايد اللي في وش الانجل 30؟ مش احنا قلنا دي ب 90 ودي ب 30؟ فين السايد اللي في وش الانجل 30 اهو؟ بكام ده؟ ب 5 سنتيمتر. طيب اللي في وش الانجل 30 ايكوال هاف ايه؟ هاف الهايبوتنس. فين الهايبوتنس؟ اللي هو ده. بالنسبه للتراينجل ده اللي انا معلم عليه، فين الهايبوتنس؟ اللي هو ده. طيب اللي في وش الانجل 30 ب 5، يبقى الهايبوتنس بكام؟ الهايبوتنس ب 10. يبقى الهايبوتنس ايكوال 10. طب ال 10 اللي انا جبتها دي او الهايبوتنس ده يخص ايه في السيركل او يمثل ايه؟ يمثل الراديوس. يمثل ايه؟ الراديوس. طيب يبقى انا جبت الراديوس ايكوال 10 سنتيمتر. يلا نجيب الاريا. يلا نجيب الاريا. احنا عارفين ان الاريا باي ار سكوير يعني ايكوال باي ملتبلاي 10 باور 2. بس كده. تعال نشوف هتطلع بكام. يلا بينا تعال نشوف هتطلع بكام. اهو. يبقى الاريا باي الباي بكام؟ 3.14. 3.14 ملتبلاي 10 باور 2 هتطلع ب 314 سنتيمتر. يلا بينا نخش على اللي بعده. سؤال كمان. سؤال كمان. يلا بينا. ليتس تراي. المفروض انت تحل الاسئله دي دلوقتي بايدك لوحدك، بعد كده تصحح معايا. تعالى وقف الفيديو وابدا حل. بعد ما تخلص حل شغل الفيديو تاني واتفرج شوف الحل بتاعك صح ولا غلط. يلا بينا نبدا اول سؤال. اهو اول سؤال اهو. شد خط كده عشان نحل اول سؤال هنا. دلوقتي انا عندي سيركل، في خط طالع من السنتر لحد السيركل من بره هنسميه ريديوس، وخط تاني طالع من السيركل هنسميه ريديوس. هو عايز ميجر الانجل اكس اللي هي اللي فوق دي. تجيبها ازاي؟ تعالى بص بقى. الشكل اللي قدامي ده تراينجل. تراينجل نوعه ايه؟ ايسوسيس تراينجل عشان في تو سايد قد بعض. طالما في تو سايد قد بعض يبقى في تو انجلز قد بعض. مين التو انجلز قد بعض؟ الانجل دي والانجل دي الاثنين قد بعض. يبقى ميجر الانجل بي دي بكام؟ 30 زيها بالظبط. صح؟ طيب الانجل اكس اللي هي اللي فوق دي بكام؟ مش كلهم ب 180؟ يبقى اعمل 180 ماينس 30 بلس 30 ايكوال كام؟ 120. يبقى ميجر الانجل اكس اللي هي دي كام؟ 120. اعمل 180 ماينس 30 بلس 30 اللي هي 180 ماينس 60. 180 ماينس 60 هتديني 120. نخش على السؤال اللي بعده. لو طلعتها 120 يبقى انت كده صح. نخش على السؤال اللي بعده. بص بقى. عايز اكس وعايز واي. تعال واحده واحده. هو بيقول لك يا مستر ان دي قد دي، يبقى الانجل دي قد الانجل دي. الانجل دي ب 25 يبقى الانجل دي بكام؟ 25. كلام بديهي عشان ده ايسوسيس تراينجل. يلا بينا نخش على اللي بعده. بص بقى. مش السايد ده توصل من السنتر لحد السيركل من بره؟ يعني ده راديوس. وده كمان توصل من السنتر لحد السيركل من بره؟ يبقى ده كمان راديوس زيه. يبقى الانجل دي قد الانجل دي بالظبط في المثلث اللي فوق ده. يبقى الانجل دي قد الانجل دي. طب انا اعرف اجيب الانجل دي يا مستر؟ هعرف اجيبها. اجيبها ازاي يا مستر؟ تعالى اقول لك دلوقتي. مش دي ب 25؟ دي بكام؟ تعالى نعملها بلون تاني. دي هتبقى 180 ماينس 25 بلس 25 في المثلث ده اللي هعمله بالازرق. عندي تو سايد ب 25 والسايد الثاني ب 25. يبقى السايد الثالث اعمل ايه؟ 180 ماينس 25 بلس 25 يعني 180 ماينس 50 هيديني 130. طيب الجزء ده اللي بالازرق ب 130. طب من اول هنا لهنا بكام؟ 180. طب الجزء اللي جوه اللي بالاحمر هيبقى بكام؟ 180 ماينس الجزء ده. طب الجزء ده بكام؟ 130. هعمل 180 ماينس 130 هيديني الانجل دي 180 ماينس 130 ايكوال كام؟ ايكوال 50. يبقى الانجل اللي جوه دي بكام؟ ب 50. انجل اللي جوه ايكوال 50 ديجري. يلا خش على اللي بعده. خلينا نمسحها كده. احنا طلعنا دي بكام؟ طلعنا دي 130 واللي جوه دي بكام؟ ب 50. طب سؤال، مش احنا قلنا ان السايد ده قد السايد ده عشان الاثنين ريديوس؟ طالما دي ب 50 يبقى دي بكام؟ زيها بالظبط 50
ديجري. بص بقى ركز معايا كده، انا جبت قيمه الاكس او الانجل اكس ايكوال 50 ديجري. يلا نجيب الواي. مستر طب الواي اجيبها ازاي يا ابني يا حبيبي؟ في مثلث اهو، في تراينجل، في تو سايد قد بعض، يبقى تو انجل قد بعض، دي ب 50 ودي ب 50. السايد الثالثه اجيبها ازاي؟ 180 ماينس 50 بلس 50. يبقى ميجر الانجل واي ايكوال كام؟ 180 ماينس 100 هتديني 80 ديجري. يلا بينا نخش على تالت سؤال. يلا بينا بص بقى ركز معايا. السؤال التالت ده راديوس، وده كمان راديوس، وده كمان راديوس، ده قد ده قد ده، كلهم قد بعض. طالما كلهم قد بعض وكلهم راديوي صح، بص بقى شايف التراينجل اللي انا هعمله بالازرق ده؟ وفي تراينجل تاني هقفله بالاخضر. التراينجل اللي هعمله بالازرق الانجل دي قد الانجل دي بالظبط، واللي بالاخضر الانجل دي قد الانجل دي بالظبط. صعبه ليه؟ عشان الاثنين ايسوسيس تراينجل فيهم تو سايدز قد بعض. طالما في تو سايدز قد بعض يبقى في تو انجلز قد بعض. طيب يا مستر واحده واحده يا مستر، يبقى ميجر الانجل دي بكام؟ دي ب 25، يبقى دي زيها ب 25 هتبقى بكام؟ 25. ليه؟ عشان ايسوسيس تراينجل. طيب بيقول لي ان ميجر الانجل دي قد ميجر الانجل دي، هو اللي قايل لي، قال لي ان التو انجلز اللي في وش بعض دول قد بعض بالظبط. اعرف اجيب واحده منهم، ناحيه اليمين. تراينجل اللي على اليمين ده في تو انجلز، اعرف اجيب الثالثه، اعمل 180 ماينس 25 بلس 25 اللي هي ماينس 50 على طول، هتديني كام؟ 130. يبقى الانجل اللي معموله ستار دي بكام؟ 130. طب واللي معموله ستار دي كمان بكام؟ 130. صعبه؟ لا يا مستر سهله قوي. طب يا مستر هاجي ناحيه الشمال واحده واحده. بص بقى شايف التراينجل اللي انا هعلم عليه بالاسود؟ اه اهو التراينجل اللي انا علمت عليه بالاسود ده، السايد ده قد السايد ده، يبقى ده ايسوس تراينجل، يبقى الانجل دي قد الانجل دي بالظبط. طب ثانيه واحده يا مستر، الانجل دي بكام؟ قلنا ب 130 صح ولا غلط؟ قلنا ب 130. طيب اعرف اجيب التو انجلز التانيين؟ هنعرف نجيبها عشان هم ايسوسس تراينجل. طالما في الايسوسس تراينجل مديك انجل واحده اعرف اجيب الاثنين التانيين على طول. اعمل 180 ماينس الانجل اللي هو مديهاني، والرقم اللي هيطلع لي اعمله ديفايدد 2، هقسمه على التو انجلز التانيين عشان التو انجلز التانيين دول اصلا قد بعض. اتفقنا؟ يلا اعمل 180 ماينس 130 هتديني 50. طيب ال 50 دي واحده ايكوال واحده من الاثنين دول؟ لا، ال 50 دي هتتقسم على الاثنين دول، واحده هتاخد 25 والثانيه هتاخد 25، يبقى الواي ايكوال 25 ديجري. طيب الاكس دي مش المثلث ده هو نفس المثلث ده في كل حاجه؟ انجل 130 وهنا انجل 130، دي 25 دي زيها 25، دي 25 دي زيها 25. طب يا مستر السايد ده اجباري هيبقى قد السايد ده، دي ب 10 هتبقى الاكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 10 سنتيمتر. يا رب تكون حليت الحل ده والاجابات معاك طلعت بنفس الاجابات اللي انا طلعتها، عشان لو ما طلعتش زيها تبقى كارثه بقى وانا مش قادر. اتفقنا؟ يلا بينا. انا تعبان قوي النهارده يا جماعه وعندي برد ومش قادر بجد اشرح الحصه، بس يعني كرمش وارمي. نخش على سؤال وايديا جديده. يلا بينا. بص بقى عايز ايه هنا؟ بيقول لك عندك ان اوبوزيت فيجر اي بي از ا كورد ميد بوينت. قال لي معلومه حلوه، السي از ا ميد بوينت اوف اي بي. هو اصلا باينها لي في الرسم، ده قد ده ميد بوينت، هيقسم لي الجزء اليمين قد الجزء الشمال بالظبط. اتفقنا؟ يلا بينا. عايز ميجر الانجل ام اي بي. ام اي بي عايز ميجر الانجل دي اللي انا علمت عليها، عملت عليها علامه استفهام. ايه دي ايكوال كام؟ تعالى سهله هنحسبها، هنشوف ايه الجيفنز اللي عندنا ونبدا بناء على الجيفنز نبدا نحسب او نطلع الجيفن الريكوايرد اللي هو عايزه. يلا بينا. اول حاجه في خط نازل من السنتر على الكورد قاسمه لي نصين قد بعض، يبقى اجباري هيعمل لي انجل جامد، انجل 90. خط نازل من السنتر على الكورد قاسمهم لي الاثنين جزئين قد بعض، يبقى يعمل لي انجل 90. يلا عندي رايت انجل تراينجل اهو، التراينجل اللي على الشمال ده
في انجل 90 وهنا كمان طبعا انجل 90 والجزء ده بكام؟ 36. صلى على النبي. الخط ده راديوس والخط ده راديوس، والاثنين طالما هما الاثنين رادياي جوه نفس السيركل يبقى الاثنين قد بعض، يبقى الاثنين ايه؟ قد بعض بالظبط. يلا بينا يا مستر. طالما في تو سايد قد بعض جوه مثلث ايسوسيس تراينجل هيدينا ايسوسيس تراينجل كده كده، طالما تو سايد يبقى على طول على طول على طول ايه؟ ايسوسيس تراينجل. يبقى الانجل دي قد الانجل دي، يعني انا لو جبت الانجل دي باي رقم يبقى الانجل دي كمان ايه؟ بنفس الرقم اللي انا جبته من شويه. اتفقنا؟ تعالى احلها واحده واحده عشان ما تتلخبطش. ركز معايا. بص بقى، هتقول له كده since C is the mid point of A B، هنستنتج من كده ايه؟ therefore MC perpendicular على A B هيعمل لي انجل 90. طالما perpendicular يعني هيعمل لي انجل 90. طيب حاجه كمان since ان MA equal MB equal R، يبقى therefore measure الانجل MAB equal measure الانجل MBC. يلا بينا وهسميها نمبر 1. يلا هنقول له since measure الانجل BMC. فين BMC؟ اهي BMC اللي هي دي بكام؟ equal 63. هنقول له كده therefore measure الانجل MBC اللي هي دي equal 180 minus وافتح براكت 63 بلس 90. طب جبنا ال 90 دي منين؟ ما خلاص اهو كورد مقسوم نصين قد بعض وسايد نازل من السنتر، قاسم لي الكورد نصين هيبقى عامل لي انجل ايه؟ 90. وادينا انا كتبتها له ايه؟ في البروف اهو. ايكوال كام؟ 180. تعالى نحسبها بالكالكليتر اهي. بلس 90 هتديني 27. يبقى الانجل دي بكام؟ 27. طيب هنقول له كده بالظبط from 1 اهو from 1 اللي هي measure الانجل MAB equal measure الانجل MBC from 1 measure الانجل MAB equal 27. بس كده انا خلصت المسألة. نخش على مسألة تانية بفكرة مختلفة. يلا بينا نمسح الكلام ده كله. كان مش طلعت ب 27 ايه؟ طلعت ب 27. يلا بينا مسألة تانية. نبدأ نشوف ايه الريكوارد بتاعنا ونشتغل عليه ونشوف ايه الجيفنز بتاعتنا ونشتغل عليها. هو عايز ايه؟ عايز اللينس اوف اي بي. فين الاي بي؟ اهو. عايز اللينس ده، عايز يعرف ده بكام. طيب عادي سهله، تعالى واحده واحده. بص ركز معايا. هو بيقول لك ان اي بي از اكورد مش عارف ايه. قايل لي معلومه حلوه قوي. بيقول لك ان الام سي بيربنديكولار على اي بي، خط طالع من السنتر رايح للكورد عامل لي انجل 90. عامل لي انجل ايه؟ انجل 90. طالما مداني معلومه اهو اداني معلومه عمل لي انجل 90، يبقى المعلومه الثانيه زيرفور بقى سنس ان عامل لي انجل 90 يبقى زيرفور ايه؟ هيقسم لي الكورد نصين قد بعض. يبقى الميد بوينت بتاعتي هي السي. هنكتب كده سنس اول حاجه فتح كلام ام سي بيربنديكولار على اي بي يبقى زيرفور سي is a mid point. يعني برضو هتستنتج من كده ايه؟ ان AC equal CB. الاتنين دول قد بعض بالظبط. اتفقنا؟ في مشكلة؟ لو جبت واحدة منهم اعملها ملتبلاي 2 عشان اجيب السايد كله. يعني لو جبت واحدة دي مثلا ب 10 يبقى كلها بكام؟ كلها ب 20. تعالى هنجيبها نشوف هنجيبها بكام. يلا بينا. مش ده عندنا رايت انجل تراينجل؟ رايت انجل تراينجل. وعندي رايت انجل تراينجل
مديني فيه 2 سايدز، اعرف اجيب السايد التالت؟ عادي اجباري على طول هعرف اجيبها. مثلا اجيبها ازاي؟ اجيبها عن طريق مين؟ عن طريق بايثاغورس ثيرم. بايثاغورس ثيرم بيقول لك ايه؟ لو عندك 2 سايد اعمل روت باور 2 باور 2 بلس لو الهايبوتنس هو اللي ناقص، ماينس لو سايد من السايدين العاديين هو اللي ناقصين. تعال هنشوف. الهايبوتنس عندي وده سايد عادي وده كمان ايه؟ سايد عادي، صح ولا غلط؟ طيب السايد العادي هو ده اللي ناقص؟ يبقى انا اجيب السايد العادي ده ازاي؟ هعمل ماينس. هعمل ايه؟ هعمل ماينس. هنكتب كده in triangle AMC ميجر الانجل ايه بقى؟ السايد بقى، سايد اللي هو AC ايكوال روت. اعمل ايه؟ روت ايه؟ ماينس، لانه سايد عادي، باور 2 باور 2 5 باور 2 ماينس 3 باور 2. اللي بيتحط في الاول دايما في حاله الماينس، اللي بيتحط في الاول دايما هو الهايبوتنس، هو السايد الطويل، صح ولا غلط؟ صح يا مستر. هيديني كام؟ هيديني 4. يبقى السايد ده بكام؟ 4. السايد ده بس كام؟ 4 سنتيمتر. طب وده بكام؟ 4 برضه سنتيمتر. يبقى كله من اول هنا لحد هنا كام؟ كلها ب 8 سنتيمتر. يبقى since ان ال AC equal CB equal 4 سنتيمتر therefore AB كلها equal كام؟ 8 سنتيمتر. بس كده. السلام عليكم وعليكم السلام. نبدأ نخش في السؤال اللي بعده. سؤال سهل جدا، ما فيهوش أي حاجة صعبة. خش على السؤال اللي بعده، يلا بينا. أهو AB equal 8 سنتيمتر. تعال، السؤال ده حلو، سؤال مهم، بيتكرر كتير في الامتحانات، انت لازم تخلي بالك منه. يلا بينا اهو. تعال بص بقى، المنظر اللي قدامي ده هو بيقول لك فايند ميجر الانجل دي اي اتش. دي اي اتش يعني عايز الانجل دي، عايزها بكام؟ الله اعلم، الله اعلم، لسه هنشوف. بص بقى، هو مديني معلومات مهمه جدا وهنستنتج منها حاجات كتيره، لازم تركز معايا دلوقتي. بيقول لي ان السايد ده قد السايد ده، ماشي، وقال لك في خط نازل من السنتر على كورد قاسمهم لي 2 قد بعض، فبالتالي الانجل دي بكام؟ الانجل دي ب 90. قال لي معلومه كمان، ان في خط طالع من السنتر رايح للكورد عامل انجل 90. استنتج انا ايه؟ استنتج ان الكورد ده هيتقسم نصين قد بعض، الجزء اللي فوق قد الجزء اللي تحت. تاني عشان انت ما تتوهش مني. خط نازل من السنتر عامل لي انجل 90 هيقسم لي كورد نصين قد بعض. اتفقنا؟ اهو خط نازل من السنتر عمل لي انجل 90، يبقى بالتالي هستنتج انا ايه؟ هيقسم لي الكورد ده نصين قد بعض، الجزء اليمين قد الجزء الشمال بالظبط. طيب تاني لو قال لك ان في خط نازل من السنتر وقسم لي الكورد نصين، استنتج انا ايه؟ استنتج انا ان في انجل 90 في الموضوع. يلا نكتبها، تكتب كده سينس ان الام دي ام اتش قصدي بيربنديكولار على الاي سي. استنتج انا ايه؟ therefore H is a midpoint of AC. ده اول استنتاج. تاني استنتاج هنقول له since ان دي is a midpoint. اثبتي بقى. يبقى therefore ام دي perpendicular على AB. واستنتج برضو من كده ان ميجر الانجل ام دي اي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجري. صعبه؟ يلا. عندي دي ب 90 وعندي دي كمان ب 90 وعندي دي ب 120 ناقص الانجل دي. صلى على النبي. لو عندك اي شكل هندسي خلقه ربنا في الدنيا مكون من 4 سايدز، يبقى الصم الانجلز اللي جواه 360. صم الانجلز اللي جواه كام؟ 360. محدش يقول لي 180. 180 دي في التراينجل بس 3 سايدز. 3 سايدز يبقى ده في تراينجل. طيب لو عندي اي شكل مكون من 4 سايدز، يبقى الصم او توتال او مجموع الانجلز اللي جوه الشكل المكون من 4 سايدات كام؟ 360. طيب
يبقى كل دول يا مستر في الشكل ده، ادي سايد 2 3 4، سايد 2 3 4. ده شكل مكون من كام سايد؟ 4 سايدز. يبقى الصم او مجموع الانجلز اللي جوه الشكل ده كام؟ 360. 306. صعبه؟ طيب يلا نجيب ميجر الانجل دي اي اتش ايكوال 360 ماينس، وافتح براكت 360 ماينس ال 3 انجلز التانيين. تعالى نمسح عشان خاطر يبقى كلام واضح قدامك اهو. احنا قلنا دي ب 90 وقلنا الصم بتاعهم بكام؟ 360. يا مستر قلنا كل الكلام ده. عايزين نحسب دي، قلنا دي بكام؟ 90. وكلهم بكام؟ كلهم ب 360. هنعمل 360 ماينس الثلاثه اللي موجودين. 360 ماينس 90 و90 120. 90 بلس 90 بلس 120 تطلع معانا بكام؟ يلا بينا نحسبها. 180 ماينس، افتح براكت 90 بلس 90 بلس 120 واقفل البراكت تاني. مش 180 بس 360. هو اللي انا عملته ده يا مستر؟ ركز يا مستر، والله العظيم انا تعبان ومش قادر اركز في اي حاجه. تديني كام؟ تديني 60 ديجري. يبقى ميجر الانجل دي اي اتش ايكوال كام؟ ايكوال 60 ديجري. هو ده الريكوايرد تو بروف. وشكرا. تعال نشوف هو عملها ازاي. لا هو ما عملهاش، انا اللي عملتها. يلا بينا نخش على سؤال كمان، سؤال كمان. يلا اهو. يا نفس الفكره، نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره بالظبط. يا ريت تحلها، يا ريت تحلها. هي سهله، انا هقولها لك سريعا. انا حليتها في السنتر بس هقولها لك سريعا برضو عشان انت تبقى ايه، متابع معايا. بص، الخط ده نازل من السنتر على السايد ده، قسمهم لي جزئين قد بعض، يبقى هيعمل لي انجل 90. طب والخط ده برضو نفس الكلام، نازل من السنتر على كورد، قسمهم لي جزئين قد بعض، يبقى هيعمل انجل كام؟ هيعمل انجل 90. صح ولا غلط؟ هو عايز ايه؟ ميجر الانجل دي ام اي، اللي هو ده دي ام اي. هو صم الانجلز بتاعهم كلهم بكام؟ كلهم ب 360. صح ولا غلط؟ 360. اعمل 360 كده ماينس وافتح براكت 90 بلس 90 بلس 56 ايكوال. الاجابه اللي هتطلع لنا دي هي الانجلز دي. صعبه؟ خش على اللي بعده اهو. 360 ماينس 90 90 و56. يلا بينا يا رجاله نخش على السؤال اللي بعده. يا رب يكون شكل الرسمه باين قدامك، وان شاء الله يكون باين. انا عايزك ما تتخضش من شكل المساله. اول لما تشوف شكل المساله ممكن تلاقي شكل المساله ملعبك قوي داخل جوه بعض، او فيها حاجات انا ما اول مره اشوفها، بس خطواتها سهله تتحل في منت، في ثانيه واحده. تعالى نبدا نحل المساله دي واحده واحده مع بعض. يلا بينا. مساله سهله جدا والله العظيم. ركز بقى معايا. هو عايز ايه اصلا؟ بيقول لك بروف ذات ان الواي از ميد بوينت اوف سي دي. فين الدي سي او السي دي؟ اهي. بيقول لي اثبت ان الواي دي ميد بوينت، يعني هيقسم لي الكورد ده نصين قد بعض. وطالما عشان اثبت له ان الكورد ده نصين قد بعض، اعمل فلاش باك بقى وارجع. لازم يبقى في انجل ايه؟ انجل 90، خط طالع من السنتر على كورد هيقسمهم لي الاثنين دول قد بعض، يبقى لازم يعمل لي انجل 90. هو مديني معلومه حلوه قوي هنا في الرسم. بيقول لي ان الجزء ده قد الجزء ده بالظبط، يبقى بالتالي على طول على طول على طول خط نازل من السنتر قسم لي الكورد نصين قد بعض، يبقى بالتالي استنتج ايه؟ ان في انجل 90. استنتج ان في انجل 90. هنكتبها له، هنكتب له المنظر اللي انا شايفه ده، هكتبه له. هنكتب كده since ان الاكس is a mid point of AB. الاكس ده ايه؟ mid point of AB. هستنتج انا ايه؟ therefore ان الام اكس بيربنديكولار على ايه بقى؟ الاي بي هيعمل لي انجل 90. يبقى therefore ايه برضو؟ ميجر الانجل. هوضحها له اكتر. ام اكس اي ايكوال 90 ديجري. حلو قوي يا مستر، حلو قوي. بص بقى، قال لي معلومه مهمه قوي هنا. قال لي ان الاي بي بارلل، الاي بي بارلل على ايه؟ سي دي. يعني ده بارلل لده. بص بقى، شايف المنظر ده؟ حرف زد. شايف حرف الزد ده؟ يعني الانجل دي قد الانجل دي بالظبط. حرف زد يبقى الانجل دي قد ايه؟ انجل قد الانجل دي. حرف الزد اهو، يبقى الانجل دي قد ايه؟ قد الانجل دي. حرف زد اهو، يبقى الانجل دي
قد الانجل دي. طب دي احنا اثبتنا ان هي ب 90، يبقى دي بكمان كام؟ ب 90 قدها، عشان عاملين حرف زد. هنكتب كده since ان الاي بي parallel للسي دي، يبقى therefore استنتج ايه؟ measure الانجل دي واي ام equal measure الانجل ام اكس ايه equal 90 degree. طب بس انا استنتجت ان هما الاثنين بارل لبعض، يبقى therefore ان ميجر الانجل دي قد ميجر الانجل دي equal 90 degree. وهنقول له كده بالظبط since ان ام واي، فين ام واي؟ اهي ام واي بيربنديكولار على السي دي، يعني عامل انجل 90، بيربنديكولار يعني عامل انجل 90، يبقى therefore استنتج ايه؟ استنتج ان الواي از ا ميد بوينت. هو ده اللي عايز نثبت له، واي از ا ميد بوينت اوف كام؟ اوف سي دي. تعالى اقولها لك تاني سريعا 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 كده، عشان انا حاسس انك انت ما لميتهاش شويه. بص بقى ركز معايا. احنا عارفين او هو مدينا ان دي قد دي، يبقى هيعمل لي انجل ايه؟ انجل 90، كتبتها له. الاكس از ميد بوينت اوف اي بي، الاكس دي ميد بوينت اوف اي بي، يبقى بالتالي في انجل ايه؟ في انجل 90 ام اكس اللي هي دي بيربنديكولار على ايه؟ بيربنديكولار على اي بي، وكتبتها له برده بالتفصيل. therefore measure الانجل ام اكس اي، ام اكس اي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجري. اديني انا قلت له اهو بالظبط بالتفصيل، يعني انا قلت له ان هي بيربنديكولار، وقلت له برده ان هي معنى كلمه بيربنديكولار ان هو يعمل لي انجل ايه؟ انجل 90. نخش على اللي بعده. هو مديني جيفن استغله، اللي هو ايه؟ بيقول لك ان الاي بي بارل على السي دي، اي بي بارل على ايه؟ سي دي، الاثنين بارل لبعض، والاثنين في بينهم خط. الخط ده عامل لي حرف الزد، وحرف الزد اخدناه من اولى ابتدائي او اولى اعدادي، مش عارف، ان الانجل دي قد ايه؟ قد الانجل دي، الانجل دي قد الانجل دي، الانجل دي قد الانجل دي، الاثنين قد بعض. طب احنا اثبتنا ان دي ب 90، يبقى دي كمان بايه؟ 90 زيها. صعبه؟ والله العظيم سهله قوي. نخش على اللي بعده. اثبتنا ان دي ب 90. طيب في خط طالع من السنتر رايح للكورد عامل انجل 90، يبقى هيقسم لي ايه؟ هيقسم لي الكورد نصين، اهو 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 اهو. ام واي بيربنديكولار على السي دي، بيربنديكولار يعني عامل انجل 90، يبقى therefore واي از ا ميد بوينت اوف سي دي. شكرا. اخش على السؤال اللي بعده. يلا بينا، يلا بينا. فكره كمان، فكره كمان اهو. تعالى السؤال ده حلو، السؤال ده حلو، حلو حلو، وعايز منك تخيل وعايز منك تركيز، فلو سمحت ركز معايا. بص بقى، بيقول لك عايز الاريا اوف تراينجل اي دي بي. انا فيا ده وحش قوي. ايه ده الوحش؟ بجيب من الاخر. شوف هو عايز ايه. ده الكلام ده حتى وانا طالب على فكره، يعني بشوفه وانا طالب، بشوف هو عايز ايه وبحاول ان انا استنتج بقى. بس بص، هي حاجه وحشه. المفروض ان انت تقرا المساله كلها، فما تعملش زيي. اقرا المساله كلها. بيقول لك ام از السيركل راديوس لينس، مديني راديوس لينس. راديوس لينس بكام؟ راديوس لينس اهو. يبقى الراديوس من اول هنا لغايه هنا بكام؟ ب 13. من اول هنا لغايه هنا بكام؟ من اول هنا لهنا بكام؟ بكام؟ 13. طيب مديني ايه تاني؟ بيقول لك ان الاي بي از ا كورد اوف لينس. فين الاي بي؟ اهو الاي بي ده بكام؟ الكورد ده بكام؟ 24. يبقى ده كله بكام؟ 24. كل ده ب 24. طيب هو قال لي معلومه حلوه قوي. ايه هي المعلومه الحلوه اللي هو قالها لك؟ قال لك يا باشا انت عندك حاجه. ايه هي الحاجه؟ قال لي ان السايد ده قد السايد ده وكله ب 24، يبقى بالتالي ده ب 12 وده كمان ب 12. قسمهم لي اتنين. صح ولا غلط؟ صح جدا، صح جدا جدا جدا. يلا نكمل، يلا نكمل. احنا عارفين ان كله ب 24، و24 دي اتقسمت نصين، 12 و12 هيديني التوتال كام؟ 24. يلا نكمل، يلا نكمل. بيقول لك السي از ميد بوينت اوف اي دي. فين السي؟ اهي ميد بوينت اوف اي بي، هيقسموا لي نصين. خلاص عرفت عرفت. يلا هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك عايز الاريا بتاع تراينجل اي دي بي. عايز الاريا بتاع تراينجل ده اللي انا هعلم عليه دلوقتي. طب عشان اجيب الاريا لازم يكون عندي ايه؟ قانون الاريا هاف باي بيز باي هايت. هاف باي بيز باي هايت. طب انا البيز عندي، البيز عندي اللي هو ده كله بكام بقى؟ البيز ده، البيز ده كله احنا قلنا بكام؟ 24. فاضل لي الهايت. الهايت اللي هو انهي؟ اللي هو ده. يلا بينا نبدأ واحدة واحدة
نجيب له الهايت ونشوف هو عايز ايه بالظبط. يلا بينا اهو. امسح بس الرسمه عشان تبقى نظيفه قدامك، واحط الجيفنز اللي انا هحتاجها، ونبدا نحل المساله اهو. احنا قلنا دي بكام؟ قلنا ده ب 13 عشان ده الراديوس، هو قال لك الراديوس بكام؟ 13. وده كمان كله بكام؟ ب 13. طيب ده بكام؟ ده ب 12. وده بكام؟ ده ب 12. بص بقى ركز معايا. خط نازل من السنتر على كورد قسمهم لي نصين، هيعمل لي انجل ايه؟ انجل 90. معروف. خط نازل من السنتر على كورد قسمهم لي نصين هيعمل لي انجل 90. خط نازل من السنتر على كورد عامل انجل 90 يبقى يقسم لي الكورد نصين. حطها حلقه في ودنك والنبي، واوعى تنساها عشان الحته دي مهمه. يلا نكمل. إيه شايف التراينجل ده؟ 30 13 و12 صح؟ ده رايت انجل تراينجل. في سايد ناقص اللي هو السايد ده، اعرف اجيبه؟ اجيبه ازاي؟ ركز بقى معايا. بايثاغورس ثيرم. روت 13 باور 2 ماينس 12 باور 2. طب ليه يا مستر عملت ماينس مش بلس؟ عشان ده سايد صغير، سايد من السايدين الصغيرين، يبقى عامل ماينس. لو هجيب هايبوتنس اعمل بلس. يلا نعمل روت 13 باور 2 ماينس 12 باور 2. وطبعا انت عارف الكبير هو اللي بيتحط الاول. هتديني كام؟ هتديني 5. يبقى السايد ده بكام؟ 5. طيب هو اصلا كله بكام من اول هنا لحد هنا؟ كل ده بكام؟ احنا عارفين ان الجزء الصغير ده بكام؟ 5. الجزء اللي انا هلونه بالاسود ده بكام؟ ب 5. طب كله بكام اصلا؟ كله راديوس، كله ب 13. ما ده راديوس من اول السنتر لحد السيركل من بره، ده راديوس. كله يا مستر ب 13. طيب ال 13 دي هنقص منها ال 5 هتديني الجزء اللي تحت ده. طيب 13 ماينس 5 بكام؟ ب 8. يبقى الجزء اللي تحت ده بكام؟ 8. شايف ال 8 اللي انا جبتها ده؟ ال 8 دي هي الهايت بتاع التراينجل اللي هو عايز يحسب الاريا بتاعته. تاني واوعى تتوه مني لو سمحت. ال 8 هو الهايت بتاع التراينجل اللي هو عايز يحسب الاريا بتاعته. ما هو عايز الاريا بتاع التراينجل اللي تحت ده اللي انا لونته بالاسود، واحنا قلنا الاريا هاف باي بيز باي هايت. عندي البيز ب 24، خلاص البيز ده كله 24. والهايت بكام؟ لسه حاسبه دلوقتي ب 8. تعالى نكتبها بطريقه بنت ناس شيك عشان نبدا نحلها صح. هنقول له كده سنس ان الام، تعالى امسح لك بقى الكلام ده كله عشان خاطر ايه؟ تركز معايا اهو. اكتب كده. احنا عارفين ده بكام؟ ده ب 13. وده بكام؟ ده ب 12. يلا هتقول له كده سنس، تعالى نكتبها فوق. سنس ان الام سي، مش ام سي بقى، سنس ان السي از ا ميد بوينت. يبقى زيرفور ام سي بيربنديكولار على اي بي. صح ولا غلط؟ يا مستر صح. طالما هو ميد بوينت يبقى ايه؟ في بيربنديكولار. يلا نركز ركز. وبرده هقول له ميجر الانجل ام سي اي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجري. هنقول له كده ان تراينجل ام سي اي، هنستنتج ايه بقى في التراينجل ده؟ ميجر او سايد لينس ام سي ايكوال روت كام بقى؟ 13 باور 2 ماينس 12 باور 2 ايكوال 5 سنتيمتر. لسه جايبنا دي بكام؟ 5 سنتيمتر. بس كده. وهنقول له كده since MA equal MD equal R، يبقى therefore CD equal كام بقى؟ equal 13 minus 5 equal كام؟ equal 8 سنتيمتر. مين بقى السي دي؟ اللي هو الجزء اللي انا هعمله بالاحمر ده. 13 ده كله minus 5 الجزء اللي بالازرق، هيديني كام؟ هيديني 8 سنتيمتر. يلا نكمل. هنقول له كده بقى therefore الاريا of triangle ADB equal half by base by height equal كام بقى؟ half multiply البيس كله بكام؟ البيس كله 24. هو قايل لي اهو 24 اللي هو من اول هنا
لحد هنا 24 ملتبلاي الهايت بكام؟ هايت ب 8 يبقى ايكوال كام؟ هاف باي بيس باي هايت هنحسب 0.5 ملتبلاي 24 ملتبلاي 8 ايكوال 96 سنتيمتر سكوير. يلا بينا كده خلصت المسألة. مسألة سهلة، ولو سمحت بعد ما تشوفها وقف الفيديو وحلها تاني لوحدك عشان مهمة. نخش على اللي بعده. هو تقريبا كده الدرس الأول خلص. هنبدأ نخش في الدرس الثاني في اليونت الأولانية في الجيومتري. الدرس الثاني سهل قوي. هناخد بريك، بس انا اروح اشرب ازازه ميه، اروح اجيب الميه بتاعتي واعمل كوبايه شاي بسرعه. ناخد بريك 10 دقائق ونرجع تاني. 10 دقائق ونرجع تاني، مش هنطول على 10 دقائق، مش هنطول على 10 دقائق. وانا افضل يعني انك انت ما تاخدش بريك، لانك انت ما انت بتسمع مش بتتكلم، انت ما بتتعبش. ماشي، ما تاخدش بريك اصلا، خليك قاعد عبد ذليل. انا اروح اجيب الميه بتاعتي واجي. يلا بينا يا شباب، بعد ما خدنا البريك بتاعنا اللي هو مدته كان 10 دقايق بالظبط. ماشي، هنبدأ دلوقتي في الجزء الثاني من الحصة. عندك في كتاب الوزارة أو كتاب المعاصر، أي حد معاك كتب خارجية، ليسن 1 لوحده وليسن 2 لوحده. أنا بشرح الاتنين في حصة واحدة لأن هما الاتنين قريبين من بعض. بص بقى ركز معايا. الدرس التاني بيتكلم على إيه؟ بيقول لك، أو عنوان الدرس بيقول لك عايز البوزيشن اوف ا بوينت اند ا ستريت لاين، وضع النقطة أو ستريت لاين with respect to a circle، بالنسبة للسيركل بتاعتك. يعني أنا دلوقتي عندي سيركل، عايز أعرف وضع النقطة دي إيه بالنسبة للسيركل، ووضع الستريت لاين ده إيه بالنسبة للسيركل. أول حاجة هتكلم على البوينتس. هتكلم على إيه؟ هتكلم على البوينتس. ركز بقى معايا، تعال بص بقى. عندي 3 أنواع. يا إما البوينت تكون بره السيركل، يا إما البوينت تكون على السيركل بالظبط، يا إما البوينت تكون جوه السيركل. يعني إيه يا مستر؟ وضح لي أكتر. تعالى أوضح لك. أول حاجة أهي. بص بقى ركز معايا، ثانية أجيب القلم أهو. أرجع تاني. بص بقى، أنا عندي 3 سيركلز أهم. في البوينت بتاعت السيركل نفسها اللي هي السنتر، وبوينت بره. لو وصلناهم ببعض، وصلناهم بايه؟ ببعض. من اول هنا لحد هنا ده اسمه ايه؟ اسمه الراديوس. اللي هعمله بالاحمر ده من اول هنا لحد هنا اسمه ايه؟ اسمه راديوس. طب من هنا لهنا ده ستريت لاين عادي، ما اعرفش ده مش راديوس. من اول السنتر لحد البوينت اللي بره دي، البوينت دي بقى البوزيشن بتاعها او الوضع بتاعها ايه؟ هي بره السنتر صح، فهنقول عليها ايه؟ ركز معايا، اوت سايد ذا سيركل. يا لهوي بجد، بره السنتر يا مستر تبقى اوت سايد ذا سيركل. ايوه تبقى اوت سايد ذا ايه؟ ذا سيركل. بص بقى، اول لما يقول لي اوت سايد ذا سيركل هنستنتج معلومه، ان الام ايه من اول هنا لحد هنا، ام ايه بيجر ذان الراديوس. بجد يا مستر؟ والله اهو الام ايه من اول هنا لهنا اكبر من الراديوس. ليه يا مستر اكبر من الراديوس؟ يا ابني يا حبيبي، ما الراديوس من اول هنا لهنا. طب ام ايه دي كلها هتبقى ايه؟ طب ايه بالمنطق بالنظر تبقى ايه؟ اكبر من الراديوس. من هنا لهنا اكبر من الراديوس. يبقى لما يجي البوينت تبقى اوت سايد ذا سيركل، استنتج من كده ان الام ايه بيجر ذان الراديوس. ام ايه بيجر ذان الراديوس. يبقى في حاله ان هي outside the circle يبقى ام ايه بيجر ذان ايه؟ بيجر ذان الراديوس. طيب في حاله لو النقطه موجوده على السيركل، بنقول عليها ايه؟ on the circle. the point on the circle. on، خلي بالك من المسميات. on the circle هنقول عليها ايه؟ يبقى ام ايه ايكوال الراديوس. استنتج من كده طالما البوينت اون ذا سيركل يبقى الام ايه ايكوال الراديوس. ليه يا مستر؟ تعال، هو احنا مش عارفين ان الراديوس من اول البوينت دي لحد هنا صح ولا غلط؟ دي الراديوس. طب الام ايه ايكوال الراديوس، يبقى بالنسبه لي البوينت دي ايه وضعها او البوزيشن بتاعها ايه؟ اون ذا سيركل. صعبه؟ نخش على النوع الثالث. النقطه البوينت دي جوه السيركل. هنقول عليها ايه؟ the point، مش بقى، inside the circle. البوينت ايه؟ inside السيركل. النقطة موجودة جوه
السيركل. يبقى بالنسبه لي الام ايه اكبر ولا اصغر ولا ايكوال الراديوس؟ اصغر من الراديوس. ليه يا مستر؟ ما الراديوس من اول هنا لحد هنا، من اول هنا لحد هنا الراديوس، والبوينت اللي انا عايز اوصل لحد عندها من اول فين لفين؟ من اول هنا لهنا. يبقى بالتالي الجزء ده اصغر من الراديوس، لان الراديوس من اول ايه؟ من اول هنا لهنا. يبقى استنتج من كده طالما قال لي البوينت انسايد ذا سيركل، يبقى استنتج من كده ان الام ايه سمولر ذان الراديوس. يبقى تاني معلش البوينت اوتسايد السيركل يبقى ام ايه بيجر ذان الراديوس، اكبر. ما هو بديهي بوينت اوتسايد، هستنتج من كده ان الام ايه اكبر من الراديوس، عشان لما اجي اوصل من السنتر لحد البوينت اللي بره هتبقى اكبر من الراديوس. طب لو البوينت موجوده على السيركل اون ذا سيركل، استنتج من كده ايه؟ ان الام ايه ايكوال الراديوس. ام ايه لما اوصل من اول السنتر لحد البوينت هتبقى قد ايه؟ قد الراديوس بالظبط. طيب المعلومه الثالثه، لو البوينت انسايد جوه السيركل، يبقى الام ايه سمولر ذان اصغر من الراديوس. الراديوس هيبقى اكبر من الخط ده. صعبه. الثلاث حاجات دول هي البوزيشن بتاعت البوينت with respect to السيركل. يبقى بالتالي عندي ثلاث بوينت، ايه وضعهم؟ وضع يا اما اوتسايد السيركل، الوضع الثاني اون ذا سيركل، الوضع الثالث انسايد السيركل. لو هي اوتسايد السيركل يبقى ام ايه بيجر ذان الراديوس. لو هي اون السيركل يبقى الام ايه ايكوال الراديوس. اون السيركل معناها ان هي موجوده على السيركل. تاني اخر حاجه، لو البوينت دي انسايد جوه السيركل يبقى بالنسبه لي الام ايه سمولر ذان الراديوس. صعبه. يلا نبدا دلوقتي نشوف الاسئله بتيجي في الجزء ده ازاي. تعالى بص بقى، شايف الشكل ده اهو؟ ام ايه البوينت بتاعت ايه بره السيركل يبقى ام ايه بيجر ذان الراديوس. طيب هنا على السيركل يبقى ام ايه ايكوال الراديوس. طب هنا ام ايه اصغر من الراديوس عشان البوينت ايه جوه السيركل، فهنقول عليها ايه؟ معلش نرجع تاني، دي اوتسايد، دي اون، دي ايه انسايد. السؤال ده لعب عيال، تعالى نلعب يا عم عادي مش مشكله، يلا بينا. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لك السيركل ايه از سيركل ام is with radius length. مديني الراديوس، يعني انا عندي سيركل الراديوس بتاعها من اول هنا لهنا كام؟ 5 سنتيمتر. حلو. and A is a point in its plane، يعني في بوينت موجوده يا اما بره يا اما جوه يا اما على السيركل. تعالى بقى نشوف اول سؤال. بيقول لك ان الام ايه ايكوال 5 سنتيمتر دي ام، وبيقول لك ان الام ايه ايكوال 5 سنتيمتر، يعني قد الراديوس بالظبط. قد الراديوس بنقول عليه ايه؟ اون ذا سيركل. بيقول لك ان الام ايه ايكوال 3 سنتيمتر، واحنا عندنا الراديوس ب 5 والام ايه اصغر من الراديوس، يعني ام ايه smaller than الراديوس. الحاله الثالثه اللي كانت مكتوبه هنا يبقى ايه؟ او inside the circle، يبقى البوينت inside the circle. ام ايه ايكوال 6.5 ام ايه ايكوال 6.5. ال 6.5 دي اكبر من الراديوس ولا اصغر من الراديوس ولا ايكوال الراديوس؟ احنا عندنا الراديوس ب 5، يبقى بالتالي كل الكلام ده اكبر من 6.5، اكبر من ال 5، يعني اكبر من الراديوس. طالما الام ايه اكبر من الراديوس يبقى البوينت دي وضعها فين؟ اوتسايد السيركل. اوتسايد. يلا اخر واحده، ام ايه ايكوال 0. عندي سيركل اهي، الام اهي والاي برضو موجوده في نفس البوينت، يبقى ايكوال 0. طالما ايكوال 0 يبقى هي في السنتر نفسها، في السنتر، يبقى انسايد سايد السيركل becomes ذا ايه سنتر اوف ذا سيركل. هي السنتر. ام ايه ايكوال 0 يبقى الام ايه هي البوينت، هي الام، يبقى بالتالي هي انسايد السيركل، بالتالي هي برضو هتبقى السنتر. صعبه. يلا بينا. السؤال ده اصلا مش مهم قوي بس هنبدا هو بيفهمك بس. يلا نبدا نحل من ضمن الاسئله برضو المهمه اللي فيها فهم شويه. يلا بينا نبدا نحل المساله دي واحده واحده. هي مساله فيها 3 مطالب. اول حاجه انا قسمت السمارت بورد قدامي كده على 3 اجزاء عشان هو طالب مني 3 مطالب. يلا بينا نبدا. اول واحده بيقول لك ان if m is a circle
of a radius length مديني الراديوس بكام؟ مديني الراديوس ب 5. هرسم سيركل ماشي، وادي الام اهي، وادي الراديوس بكام؟ الراديوس ب 5. واضح الكلام ده؟ نكبر القلم شويه اهو، الراديوس ب 5 وهنا نسميها ايه؟ بيقول لك ايه؟ and a is a point is a plane والام ايه بكام؟ 3x minus 1. 3x ايه؟ minus 1. ركز بقى معايا عشان اول مطلوب هو قال لك ايه؟ اول مطلوب بيقول لي لو سمحت الشكل اللي قدامك ده اوتسايد، البوينت اللي قدامك دي اوتسايد السيركل. اوتسايد ايه؟ اوتسايد السيركل. يبقى بالتالي هستنتج من كده ايه؟ هستنتج ان البوينت موجوده اوتسايد. يبقى من هنا لهنا الام ايه؟ الام ايه هتبقى بكام؟ هو قال الام ايه ب 3x minus 1. طب سؤال ال 3x minus 1 دي كلها طالما البوينت بره السيركل يبقى الام ايه بيجر ذان الار ولا اصغر من الار ولا ايكوال الار؟ طالما اوتسايد يا مستر يبقى بيجر ذان الار، يبقى ام ايه بيجر ذان الار. الام ايه بكام؟ 3x minus 1 بيجر ذان ايه؟ بيجر ذان الار. الار بكام؟ ب 5. شايف دي؟ انا عاملها معامله الايكوال، اودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 3x اكبر من 5 بلس 1 6. الاكس ايكوال كام؟ او الاكس بيجر ذان الكام؟ اودي 3 الناحيه الثانيه بالديفايدد، 6 ديفايدد 3 ب 2. يبقى الاكس اكبر من الاثنين. الاكس ايه؟ اكبر من الاثنين. وخلي بالك بقى بالحته دي عشان هتبدا تاخدها في اولى ثانوي كتير. عايزين بقى نعرف الاكس ايكوال كام او بلونج تو كام. اكس بلونج تو كام بقى؟ بص بقى، ركز معايا. انا عندي الاكس اكبر من التو، هتبص على الرقم والحرف. الحرف اكبر صح؟ طالما الحرف بيجر ذان، الحرف اللي هو الاكس، طالما الحرف بيجر ذان، طالما بيجر ذان يبقى انا بتكلم في ايه؟ انفينيتي. طالما في بيجر ذان يبقى بتكلم على ايه؟ انفينيتي. طب لو الحرف ده سمولر ذان يبقى نيجاتيف انفينيتي. بيجر ذان انفينيتي، سمولر ذان نيجاتيف انفينيتي. فين الحرف؟ اهو بيجر ذان، الحرف هو الكبير يبقى بتكلم على انفينيتي. يبقى اول حاجه هكتب انفينيتي. طيب نكمل. الرقم اللي موجود 2 يبقى احط ال 2، 2 وانفينيتي. وخلي بالك دايما 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 الانفينيتي تبقى اوبن. دايما الانفينيتي تبقى ايه؟ اوبن. طب دي هتبقى اوبن ولا كلوزد؟ الانترفال خدناها في اولى اعدادي تقريبا ولا في ثانيه اعدادي مش فاكر، او ما اعرفش معرفش اخدتوها امتى. طيب ال2 دي هتبقى اوبن ولا كلوزد؟ على حسب. على حسب ايه؟ على حسب العلامه بتاعت بيجر زان او سمولر زان. لو هي بيجر زان كده بس ساده تبقى اوبن. لو بيجر زان اور ايكوال في خط تحتيها كده تبقى ايه؟ كلوزد. لو في خط كلوزد، لو ما فيش خط تبقى ايه؟ اوبن. في خط كلوزد، ما فيش خط اوبن. لو بيجر زان اور ايكوال تحتيها خط كده يبقى ايه؟ عاملها كلوزد. طب لو بيجر زان بس ما فيش خط تحت البيجر زان او ما فيش خط تحت العلامه تبقى ايه؟ اوبن. صعبه بس كده، شكرا. هنبدا نحل النوع الثاني. بيقول لك ايه؟ ان البوينت انسايد ذا سيركل. يعني انا عندي سيركل الراديوس بتاعتها بالار بتاعتها 5 دي ام. بيقول لك ان البوينت بكام؟ انسايد، في نقطه جوه السيركل اسمها ايه. بيقول لك ان الام ايه الجزء ده بكام؟ 3x minus 1. طب اسالك سؤال، النقطة انسايد السيركل، البوينت انسايد السيركل، طالما البوينت انسايد السيركل يبقى بالتالي استنتج انا ايه؟ استنتج ان الام ايه سمولر ذان الراديوس. ام ايه اصغر من الراديوس، الراديوس اكبر منها لان الراديوس من اول هنا لهنا والام ايه من اول هنا لهنا، يبقى بالتالي الجزء ده كله اكبر من الجزء ده بس. طب الام ايه بكام؟ الام ايه ب 3x minus 1 صح ولا غلط؟ سمولر ذان الراديوس، الراديوس بكام؟ 5. اعملها معامله الايكوال، اودي من الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، اودي النيجاتيف 1 هتروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 3x سمولر ذان 5 بلس 1 اللي هي 6. اودي 3 الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى x سمولر ذان 6 ديفايدد 3 اللي هي 2. بص بقى هنا اسكت شويه. انا ببص على الحرف اللي هو الاكس اشوفه اكبر ولا اصغر. لو هو اكبر يبقى في انفينيتي، لو هو اصغر يبقى نيجاتيف انفينيتي. طب هنا اكبر ولا اصغر؟ اصغر، يبقى ايه؟ نيجاتيف انفينيتي.
صح؟ يلا مين اللي هيتحط بعديها؟ ال2. كده كده دايما 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 انا وانتوا عارفين ان الانفينيتي او نيجاتيف انفينيتي دايما بتبقى ايه؟ دايما بتبقى اوبن. طيب الرقم ده اوبن ولا كلوزد؟ على حسب الاشاره بتاعت بيجر ذان اور ايكوال. لو في تحتيها بيجر ذان اور ايكوال يبقى كلوزد، مفيش اور ايكوال يبقى اوبن. يا رب تكونوا فهمتوها، عشان والله مهمه السنين الجايه. بنتشل في اولى ثانوي بسبب ان الطلبه مش عارفه المعلومه دي. نخش على اللي بعده. اون ذا سيركل. يعني ايه اون ذا سيركل؟ يعني على السيركل. يعني انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي ام، والنقطه موجوده على السيركل ام ايه. ام ايه دي بكام؟ دي الراديوس صح؟ ونفس الكلام برضه هو بيقول لك الام ايه بكام؟ 3 اكس ماينس 1. وطالما هي اون السيركل يبقى بالتالي ال 3 اكس يبقى الام ايه ايكوال ار. الام ايه بكام؟ 3 اكس ماينس 1 ايكوال الار. الار بكام؟ الار ب 5. اودي دي الناحيه الثانيه يبقى 3 اكس ايكوال 6. يبقى الاكس ايكوال 2. شكرا، سلام عليكم. عليكم السلام. المساله اتحلت. تخش على اللي بعده. يلا بينا. يلا بينا. تعال نحل بعض الأسئلة اللي بتجيلك ساعات تشوز في الامتحان. ليتس تراي. يلا نحل. هنتدرب على كل الأسئلة سواء كان مقالي أو اختياري. هنتدرب ونحل الأسئلة اللي بتيجي بعضها في الامتحانات. أول حاجة بيقول لك if the point A lies on the circle. يبقى البوينت دي موجودة إيه؟ موجودة على السيركل، والسيركل اسمها M. the circle M whose the diameter length. الدايمتر لينس يعني في diameter length توصل من هنا لهنا كده بكام؟ 8 سنتيمتر. ياه، مديني دايمتر يا مستر مش مديني راديوس. انا طول عمري بتعامل بالراديوس يا مستر. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ابني يا حبيبي؟ ما انت كده كده طالما مديك الدايمتر هعرف اجيب الراديوس، لان علاقه الراديوس بالدايمتر ايه؟ الراديوس نص الدايمتر. لو الدايمتر بمليون يبقى الراديوس بكام؟ نص مليون. اتفقنا؟ لو الدايمتر ب 8 يبقى الراديوس بكام؟ ب 4. صح صح. هو بيقول لك الدايمتر بكام؟ ب 8. يبقى الراديوس من اول هنا لهنا. تعال نغير لون القلم عشان خاطر تستوعب معايا. يبقى الراديوس بكام؟ الراديوس ايكوال 8. تمام؟ يلا بينا. بيقول لك زين ام ايه ايكوال كام؟ مش هو قال لي اون؟ طالما قال لي اون يبقى ام ايه ايكوال ار على طول. اون ام ايه ايكوال ار. طيب ام ايه ايكوال ار، الراديوس بكام؟ الراديوس ب 8. يبقى الام ايه ايكوال الراديوس، يبقى الام ايه بالتالي هتبقى 8 زي الراديوس بالظبط. بيقول لك if m is a circle of diameter length، مديني الدايمتر بكام؟ 7. A is a point in its plane and MA equal 4 then the point. تعالى بقى. انا عندي السيركل الدايمتر بتاعتها ب 7، يبقى الراديوس بكام؟ الراديوس نص الدايمتر. نص السبعه كام؟ 3.5. صح ولا غلط؟ 3.5. بيقول لك دي ام طبعا. بيقول لك A is a point in its plane and MA equal 4. MA equal 4. طيب MA equal 4. طب ال MA دي اكبر من الراديوس ولا اصغر من الراديوس ولا ايكوال الراديوس؟ MA هتبقى اكبر من الراديوس لان الراديوس عندي بكام؟ 3.5. والام اي اكبر من الراديوس لان الام اي ب 4. 4 اكبر من 3.5، يبقى بالتالي الام اي بيجر ذان الراديوس. وطالما هي بيجر ذان الراديوس هيبقى البوينت فين؟ البوينت بتاعت اللي هي ويز ريسبكت تو السيركل هتبقى اوتسايد السيركل. هتبقى فين؟ اوتسايد السيركل، لان من هنا لهنا 4 والراديوس بكام؟ 3.5. يبقى البوينت فين؟ lies outside the circle. تالت سؤال بيقول لك a circle M of circumference 12 by centimeter and the point A is the point. يلا تعال اهو سيركل اهي. ده السنتر بتاعها. بيقول لك السيركمفرنس بتاعتها، قانون السيركمفرنس كام؟ 2 باي ار ايكوال كام؟ ايكوال 12 باي. طيب هو الار بكام اصلا؟ لسه ما اعرفش. and the point A lies in its plane MA equal 5. احنا نعرف نجيب الار من القانون ده. يلا بينا نجيب الار الاول. اجيبه ازاي يا مستر؟ تعالى اقول لك. مش احنا قلنا ان 2 باي ار ايكوال 12 باي؟ جبتها منين يا مستر؟ ما هو بيقول لك السيركمفرنس ايكوال 12 باي، وقانون السيركمفرنس ايه؟ 2 باي ار. هودي ال 2 باي دي الناحيه الثانيه بالديفايدد عشان اجيب الار. يبقى الار ايكوال 12 باي على 2 باي. باي هتطير مع باي، و12 على 2 تديني ايه؟ 6. يبقى الراديوس لينس بكام؟
6 سنتيمتر، صح ولا غلط؟ بيقول لك ان الام اي ايكوال 5. طب ال 5 دي اكبر من الراديوس ولا اصغر من الراديوس ولا ايكوال الراديوس؟ ال 5 اصغر من ال 6 لان الراديوس عندي ب 6، صح ولا غلط؟ طالما اصغر يبقى البوينت دي البوزيشن بتاعها فين؟ انسايد السيركل، انسايد السيركل. خلصنا، خش على اللي بعده، يلا بينا. تعالى بقى، احنا اتكلمنا على البوينت صح؟ هتكلم دلوقتي على الستريت لاين. هتكلم على ايه؟ الستريت لاين. تعالى اشرحها لك بالتفصيل واحده واحده اهو. بص بقى، ركز معايا. عندي زي ما عندي بوينت بره السيركل وبوينت انسايد السيركل وبوينت اون ذا سيركل، نفس الكلام بالظبط في الستريت لاين. احنا اتكلمنا على حاجتين، وانا قلت لك من شويه ان احنا هنتكلم على حاجتين، هنتكلم على بوينت وهنتكلم على ستريت لاين، صح ولا غلط؟ طيب انا اتكلمت على بوينت، هتكلم دلوقتي على ستريت لاين. يلا نتكلم على الستريت لاين، البوزيشن بتاعها with respect to السيركل عامل ازاي. يلا بينا، يلا نبدا. اول حاجه، عندي سيركل ايه وعندي ستريت لاين اهو بالشكل كده. الستريت لاين ده بعيد عن السيركل ولا قريب منها ولا جواها؟ بعيد عن السيركل. يعني انا دلوقتي بوينت ام وبوينت ايه، لو قلت لك ام ايه، فين الراديوس؟ الراديوس من اول هنا لهنا، ده الراديوس. الام ايه بيجر ذان الراديوس ولا سمولر ذان الراديوس ولا ايكوال الراديوس؟ الام ايه دي كلها يا مستر بيجر ذان، اكبر من الراديوس، لان الراديوس من هنا لهنا وام ايه من هنا لهنا. طب الام ايه اللي من هنا لهنا اكيد 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 بالمنظر بالشكل اكبر من ايه؟ من الراديوس. يبقى ام ايه بيجر ذان الراديوس. وطالما الام ايه بيجر ذان الراديوس، therefore استنتج حاجه ان الستريت لاين ده outside السيركل، والعكس صحيح. لو الستريت لاين قال لك ان هو outside السيركل، استنتج استنتج ايه؟ ان الام ايه اكبر من الراديوس. صعبه؟ سهله جدا يا مستر، ومفيش اي حاجه في اللي انت بتقوله دلوقتي. يعني ده يا مستر اسمها ان الستريت لاين اوتسايد الراديوس او اوتسايد السيركل. صح. طيب يا مستر، استنتج من كده ان الام ايه اكبر من الراديوس. اكبر من الراديوس طالما هي اوتسايد السيركل. صعبه. يلا بينا نخش على النوع الثاني. قربنا الستريت لاين ده شويه لحد ما لمس السيركل، لحد ما ايه؟ لمس السيركل. يبقى بالتالي الام ايه قد الريديوس ولا لا؟ من هنا لهنا ايكوال الريديوس، صح ولا غلط؟ من اول السنتر لحد السيركل من بره ده ريديوس، ومن اول السنتر لحد السيركل من بره هيقابلني ستريت لاين. يبقى بالتالي الام ايه ايكوال الريديوس. ام ايه ايكوال ايه؟ ايكوال الريديوس. بص بقى، في الحاله دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها تانجنت. تانجنت ومعناها بالعربي يعني مماس. يعني الستريت لاين لمس السيركل، واول ما تلاقي تانجنت على طول الام ايه ايكوال الراديوس، وعلى طول برضو في انجل 90. في انجل ايه؟ انجل 90. وخلي بالك الانجل دي برضو 90. نخش على النوع الثالث. يبقى احنا النوع الثاني قلنا عليه ايه؟ اسمه تانجنت. اول لما يقول لي تانجنت استنتج من كده ان الام ايه ايكوال راديوس. اخر نوع ايه؟ اخر نوع الستريت لاين دخل جوه السيركل. دخل ايه؟ جوه السيركل بالمنظر ده. عندي سيركل دخل جوه ستريت لاين. يبقى الام ايه اللي هو من هنا لهنا، واحنا عارفين ان الراديوس من اول هنا لهنا، صح ولا غلط؟ دي كلها الراديوس ودي الام ايه. يبقى الام ايه اصغر من الراديوس. ام ايه سمولر ذان الراديوس. المنظر ده اسمه ايه يا مستر؟ طالما الام ايه سمولر ذان الراديوس اسمه سيكانت. ايه يا مستر الاسامي دي يا مستر؟ مش عارف احفظ. سهله اقسم بالله. لو الام ايه اصغر من الراديوس اسمه سيكانت. لو الستريت لاين جوه السيركل اسمه سيكانت. طب لو الستريت لاين لامس السيركل بس عامل تاتش للسيركل، يبقى نقول عليه ايه؟ نقول عليه تانجنت. وكلمه تانجنت دي مهمه وهكملها معاك ثانوي كلها، فلو سمحت التانجنت دي تهتم بيه. طيب لو الستريت لاين بعيد عن السيركل نقول عليه اوتسايد السيركل. ودي عامله انجل 90، دي عامله انجل 90، دي كمان عامله انجل 90. صلوا بينا على النبي. اسالك سؤال ترد عليا.
الخط ده قطع السيركل في انهي نقطه؟ هو يا مستر ما قطعش السيركل اصلا، صح. يبقى لو قلت ان الستريت لاين ده ال انترسكت السيركل ام عند انهي نقطه؟ مفيش باي. طيب هنا الستريت لاين ده قطع السيركل او لمس السيركل عند انهي نقطه؟ عند النقطه دي. يبقى لو قلنا الستريت لاين ال ده انترسكت السيركل ام عند انهي نقطه؟ هنقول عند نقطه ايه؟ عند نقطه ايه، صح ولا غلط؟ ايوه يا مستر صح. طب هنا السيكنت قطع السيركل عند انهي نقطه؟ عند نقطتين يا مستر، النقطه دي والنقطه دي، النقطه دي والنقطه دي. يبقى الستريت لاين ال ده انترسكت السيركل ام عند انهي نقطه؟ عند النقطه دي والنقطه دي. هسمي دي مثلا اكس ودي واي. يبقى انترسكت السيركل عند انهي نقطه؟ نقطه اكس ونقطه واي. صعبه؟ والله سهله قوي. تعالى بقى نبدا نحل مسائل، نشوف المسائل بتيجي ازاي في الشكل ده او في النوع ده من المسائل. لو الام ايه اكبر من الار يبقى الستريت لاين ايه؟ اوتسايد السيركل. الكلام ده موجود في كتاب الوزاره وكتاب المعاصر. طيب لو الام ايه ايكوال الار يبقى هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي حاجه اسمها تانجنس سيركل، تمام؟ وهيبقى انترسكت السيركل في انهي نقطه؟ نقطه ايه؟ اللي هي النقطه دي. طيب اخر حاجه لو هي جوه السيركل يبقى الام ايه اكبر من ايه؟ اصغر من الراديوس. الام هتبقى اصغر من الراديوس. الراديوس اكبر من الام ايه، لان الام ايه المسافه من هنا لهنا، والراديوس من اول هنا لغايه بره. ارجع تاني، اوعى تمشي اهو لغايه بره، صح ولا غلط؟ صح يا مستر. يبقى بالتالي استنتج ايه؟ الام ايه من اول هنا لهنا، والريديوس من اول هنا لغايه بره. يبقى بالتالي طالما هي اصغر بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها سيكنت. بنقول عليها ايه؟ سيكنت. صعبه. هيعمل انترسكت للسيركل في انهي نقطه؟ في النقطه دي والنقطه دي، اللي هي ايه؟ انترسكت السيركل في اكس اند واي. خلصنا شرح الدرس يعتبر. يلا نبدأ نحل مسائل على الجزء بتاع الستريت لاين with respect to circle. تعال نشوف بيجي ازاي في الامتحان. طير خش. تعال نحل بعض المسائل اللي تشوز اللي بتيجي في الامتحانات. بيقول لك اول حاجه a circle of radius length، مديني الراديوس بتاع السيركل. كام بقى الراديوس يا باشا؟ الراديوس ب 5 سنتيمتر. ماشي انا معاك. عندي سيركل الراديوس لينس بتاعتها 5 سنتيمتر. حلو قوي. The straight line L is at 5 سنتيمتر from its center. يعني في straight line على مسافة 5 سنتيمتر من ايه؟ من السيركل. هو المفروض الستريت لاين ده يلزق في السيركل، معلش يلزق فيها، تمام؟ لزقت فيها خلاص، تمام. يبقى دي ام ودي ايه. الام ايه ايكوال الار، والستريت لاين ده لمس السيركل. يبقى الحاله دي اسمها ايه؟ اسمها اوتسايد، اسمها سيكنت، اسمها ايه؟ تانجنت. طالما لمس يبقى تانجنت. صعبه؟ طيب بيقول لك ايه؟ a circle of a diameter length. عندي سيركل الدايمتر لينس بتاعتها، طبعا احنا عارفين ان الدايمتر بكام؟ الدايمتر كلها ب 6. وايه علاقه الدايمتر بالراديوس؟ الراديوس نص الدايمتر. طب الدايمتر ب 6 يبقى الراديوس بكام؟ الراديوس ب 3، تمام. بيقول لك the straight line L is at 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر من فين؟ from its center. يعني همشي كده 2 سنتيمتر وهشد ايه؟ وهشد خط. 2 سنتيمتر دي طبعا اصغر من ايه؟ اصغر من الراديوس. طب الخط اللي انا رسمته بالازرق ده جوه السيركل؟ جوه السيركل. دي انهي حاله؟ الحاله الثالثه. كنا بنقول عليها ايه؟ سيكانت. صح. فين السيكانت؟ اهي. بيقول لك a circle of m circle m of a radius length. ماشي ادي سيركل وادي ام. هي دي مش السيركل دي، شبه راس عادل شكل بس يعني. ما بعرفش ارسم السيركل يا جماعه. if the straight line L is 5r، 5 من الراديوس from its center. يعني الراديوس اهو، صح. هو بقى الستريت لاين ده على مسافة 5 ار من الراديوس. يعني ايه 5 ار؟ يعني في كذا راديوس، 5 اهو. كل من اول هنا لهنا 5 ار. يبقى الستريت لاين هنا عامل انجل 90 على عيني وعلى راسي. ماشي. طب المنظر ده اسمه ايه؟ اوتسايد السيركل. طالما لامسها تانجنت، جواها سيكانت، براها اوتسايد السيركل اهو. اوتسايد السيركل. الحمد لله شفنا نوعيه المسائل اللي هي اللي تشوز، وانا حابب ان انا ادربك على كله.
سواء كان مقالي او اختياري. ليتس تراي، المفروض ان انت تبدا تحل وتشوف الحل بتاعك صح ولا غلط. اول حاجه بيقول لك ذا تانجنت طالما تانجنت على طول يبقى ام ايه ايكوال الار. تانجنت ام ايه ايكوال الار اهي تانجنت، ادي ايه وادي ام ودي الار، يبقى ام ايكوال ار. ذا سيركل اوف ا diameter length، مديني الدايمتر بكام؟ 6 سنتيمتر. الدايمتر من اول هنا لهنا 6 سنتيمتر، يبقى الار بكام؟ الار ب 3، صح ولا غلط؟ يبقى is at a distance of كام from center. مش احنا لسه قايلين ام ايكوال ار، والار قلنا ب 3 عشان الدايمتر كله ب 6، وعلاقه الريديوس بالدايمتر كام؟ نصها، هتبقى 3. صعبه؟ يلا. if the diameter length of a circle is 10 سنتيمتر، اهو الدايمتر ب 10، يبقى الار بكام؟ الار ب 5، صح ولا غلط؟ and the straight line L is at 6 سنتيمتر from center. يعني ايه يا مستر؟ يعني هي على مسافه ايه؟ 6 سنتيمتر، من هنا هنا 6 سنتيمتر في ستريت لاين اكبر من الريديوس، يبقى الام ايه اكبر من الريديوس. يبقى دي انهي حاله؟ دي حاله الاوتسايد. طيب اخر حاجه، واحد على طول هيقول لي يا مستر سيكانت بقى خلاص، ما هي مره هتطلع تانجنت ومره الثانيه هتطلع اوتسايد، يبقى الثالثه سيكانت بجد؟ تعالى يا عم نشوف. بيقول لك ذا سيركل اوف اريا، مديني الاريا. قانون الاريا ايه؟ باي ار سكوير، صح ولا غلط؟ ايكوال كام؟ ايكوال 36 باي. طيب عايز اجيب الار، اعمل ايه؟ ار سكوير ايكوال، هودي الباي الناحيه الثانيه تبقى 36 اوفر باي، 6 باي اوفر باي، دي هتطير مع دي، يبقى ار سكوير ايكوال 36. يبقى الار ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 36. بوزيتيف اور نيجاتيف كام؟ مش 36، بوزيتيف اور نيجاتيف 6. ارجع بعد ما عملت الروت يعني. طيب هسألك سؤال، هو في مسافة أصلا بالنيجاتيف؟ يبقى النيجاتيف دي ريفيوز، يبقى الار ايكوال 6 سنتيمتر بس، 6 سنتيمتر. يبقى اللي أنا عملته ده غلط، لان مفيش مسافه اصلا بالنيجاتيف. انا صممت اعملها غلط قدامك عشان خاطر مفيش ديستانس. يعني ايه؟ يعني ايه ديستانس بالنيجاتيف؟ يعني ايه؟ هي المسطره بتاعتك بتبدا من اول كام؟ تمام، صفر. عمرك شفت مسطره بتبدا من اول نيجاتيف؟ في حاجه اسمها ديستانس بالنيجاتيف. يبقى بالنسبه لي بوزيتيف اور نيجاتيف تمام، عشان في انا عارف ان انت متعود على كده، طالما الباور ايفن وانا بعمل روت احط بوزيتيف اور نيجاتيف، صح انا معاك. بس لو في ديستانس او بنتكلم على ديستانس ما ينفعش تحط نيجاتيف. اتفقنا. يبقى النيجاتيف ريفيوزد، البوزيتيف هي اللي معانا. طب يلا، جبت الار ب 6، هرسم سيركل والار بتاعتها 6 سنتيمتر، اكتب 6 يعني. بيقول لك the straight line L is at 5 سنتيمتر from its center. 5 سنتيمتر يعني هنا اصغر من الراديوس، دي اصغر، يبقى ام ايه smaller than الراديوس. دي انهي حاله؟ دي حاله السيكانت، الستريت لاين جوه السيركل. صعبه؟ يلا بينا نبدا نحل شويه مسائل مقالي اهو. هو عايز ايه؟ بيقول لك in the opposite figure AB is a diameter. ماشي يا عم، شكرا. of the circle M the straight line L is a tangent to the circle. ال ده يقول لك عامل تانجنت. بص بقى، طالما هو عامل تانجنت على طول، قال لك ان هي تانجنت، يبقى على طول ام ايكوال ار. انا معاك، صح. حاجه كمان، لو قال لك تانجنت يبقى على طول عامل انجل 90، يبقى على طول اعمل ايه؟ انجل 90. طيب الكي ده اذا تانجنت صح يبقى عامل انجل ايه؟ 90. هتقول له سنس ان ده تانجنت يبقى 04 عامل انجل 90، سنس ان ده تانجنت يبقى 04 عامل انجل 90. صعبه؟ يلا بينا. هو عايز ايه؟ بيقول لك prove that the straight line L parallel to the straight line K. واحده تعالى هقول لك. اول حاجه هنقول له since ان الستريت لاين L is a tangent to the circle at A. هنستنتج من كده ايه؟ لسه قايل لك من شويه، طالما تانجنت يبقى therefore measure الانجل ال ام ال اي ام، معلش انا مش شايف، ال اي ام ايكوال 90، اللي هي ايه برضو؟ اللي هي ان ال عامل ايه؟ بيربنديكولار على اي بي. تمام؟ يلا، وهنقول له برضو since ان الستريت لاين كي
is a tangent to the circle at P. استنتج من كده therefore ان الكي بي بربنديكولار على ايه؟ بربنديكولار على A B. دي نمبر 1 هسمي دي نمبر 1 ودي نمبر 2. ستريت لاين ال خليها يا عم ال ايه؟ يلا مش مشكله. بربنديكولار على ايه؟ A B. يلا بينا نكمل، يلا نكمل يا مستر. from 1 and 2 بقى نستنتج ايه بقى؟ طبعا العلامه دي علامه الفيكتور يا جماعه، انا متعود ان انا اكتب فيكتور مش عارف ليه من صغري، خلي بالكم الموضوع ده من صغري. بص بقى، استنتج من كده ان ده رايت انجل تراينجل وده رايت انجل تراينجل، يبقى استنتج من كده ان الاثنين دول بارلل لبعض. ليه الاثنين دول بارلل لبعض؟ هقول لك. مش عاملين كده حرف زد؟ وحرف الزد ده ما يتعملش غير لما يكونوا بارلل لبعض. يبقى زيرفور على طول بقى، خلاص بقى زيرفور ان الستريت لاين ال بارلل تو ستريت لاين. شكرا، سهله وتافهه واتفه من التفاهه. تعال نشوف الحل بتاعها زي ما احنا كاتبين ولا لا. اهو بيقول لك since the straight line L is a tangent to the تمام. يبقى therefore the straight line L perpendicular، بجد والله therefore the straight line L perpendicular على ايه؟ AB. ماشي شكرا. الحاجه الثانيه بيقول لك since the straight line K is a tangent of the line at B، يبقى therefore the straight line K perpendicular على AB. straight line K perpendicular على AB. نفس اللي احنا كاتبينه، شبه اللي احنا كاتبينه بالظبط. from 1 and 2 the straight line L parallel to the straight line K. وقلت لك ليه بارل؟ عشان عارفين عاملين حرف زد، لان الانجل دي قد الانجل دي، وكده كده دي برضو ايه هتبقى ب 90 زيها، فبالتالي احنا كده ماشيين صح. يلا بينا نبدا نخش على سؤال كمان، اخر سؤال وهخلص. اخر سؤال ماشي، يلا بينا. اهو بيقول لك عايز الاريا بتاع تراينجل اي بي ام. اي بي ام بتاع التراينجل ده. طب عشان اجيب الاريا هاف باي بيز باي هايت، انا كده كده عندي البيز بكام؟ 8. فاضل لي اجيب الهايت اللي هو ده. اجيبه ازاي؟ اول حاجه بيقول لك اي بي از ا تانجنت، بس اي بي از ا تانجنت يبقى في ايه؟ رايت انجل تراينجل. هنقول له كده since اي بي is a tangent segment، زي ما هو كاتب بالظبط، اكتب له زي ما غش منه of circle M at P. يبقى therefore استنتج من كده measure الانجل ABM equal 90 degree. صعبة؟ يلا استنتجت ان دي 90 degree، يبقى in triangle MAB ال MB equal root 10 باور 2 minus 8 باور 2، عشان انا بجيب ايه؟ سايد من السايدين العاديين. انا عندي رايت انجل تراينجل في سايدين، اعرف اجيب السايد الثالث ولا لا؟ اعرف اجيب السايد الثالث يا مستر. طب السايد الثالث اللي ناقص ده سايد عادي؟ سايد عادي، سايد من السايدين الصغيرين، يبقى بالتالي اعمل ايه؟ اعمل ماينس. مين اللي بيتحط الاول؟ الهايبوتنس الاول. يلا تعال نشوف. ده اللي هو الهايت اللي انا بحسبه، روت 10 باور 2 ماينس 8 باور 2 ايكوال 6 سنتيمتر. كده انا خلصت؟ لسه. يلا وعايز الاريا، يبقى الاريا اوف triangle ABM equal half by base by height. يبقى equal half، البيز بكام؟ البيز ب 8، half by base البيز اهو 8 multiply الهايت بكام؟ الهايت لسه جايبينه بكام؟ 6. كل الكلام ده يبقى half multiply البيز اللي هو ب 8 multiply 6 equal 24. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. كده انا خلصت الحمد لله الحصه الاولى في الجيومتري. بحبكم والله للمره الثالثه. الحصه الثالثه بقى، فبحبكم للمره الثالثه. خلصنا الحصه الاولى في الجيومتري، ضروري جدا تذاكرها. حصه مهمه
مكمله معاك. لو ما ذاكرتش الحصه الاولى في الجيومتري، بقيه الجيومتري هتبقى فيها صعوبه شويه في الفهم. فلو سمحت ذاكر اول باول، اهتم اول باول عشان خاطر الجيومتري ما تبقاش عندك فيها ازمه. عشان وانت بتلمها، نصيحه مني اقسم بالله، لو ما لميتهاش اول باول هتبقى فيها صعوبه. وانك انت بتلم، اقول لك على حاجه، الالجبرا ما تشيلش همها، هلمها لك حتى في المراجعات. مش معنى كده ان انت ما تذاكرهاش، لا هتذاكرها وهتذاكرها غصب عنك. ماشي، ده بالنسبه للالجبرا. بالنسبه للجيومتري لازم تذاكرها اول باول، عشان في المراجعات مش هتستوعب كم المعلومات بتاعها. معلومات سهله وبسيطه، بس تفاصيلها كتير بس سهله. تفاصيلها كتير بس ايه؟ تافهه سهله. حلينا كذا مساله كذا فكره، واستنى في فيديو الواجب هنزل لك افكار كتير جدا بحل كتير جدا. اتفقنا؟ كنتش عايز اطول عليك وانا اسف لو طولت عليك في الفيديو. وانا اسف لو كنت مش قادر اتكلم، لان انا كنت تعبان جدا. انا لحد دلوقتي تعبان جدا ومش قادر اتكلم اصلا. حقك عليا. اشوفكم على خير في فيديوهات جايه. سلام.